ده هو باي، موظف كحيان شغال في شركه صغيره كده. من ساعه ما اتخرج وهو مش بيعمر في شغلانه وعلى طول بيتطرد، وده بسبب تاخيره وعدم اهتمامه بالشغل. المهم بيوصل للشركه قبل ما تقفل بثواني وبيلحق البصمه الحمد لله. بعدها بيعدي يوم على السريع وبيجي ميعاد الغدا، فبيطلب اكل من بره وبيظبط حاله. وبعدها بيفكس للشغل وبيقعد يلعب لعبته الكحيانه دي. وساعتها المدير بياخد باله وبيتسحب وراه عشان يقفشه، لكن باي كان عامل حسابه وبيغير الشاشه بسرعه. وده ضايق المدير جدا وفضل لازق له وكل شويه يبص عليه، حرفيا كان الناس يطلع له من البنطلون. المهم واخيرا اليوم المنيل ده بيخلص ولسه هيسحب شنطته عشان يخلع، لقى المدير في وشه وبيديله شيفت زياده، بيقول له يقعد يكمل الشغل اللي المفروض يتسلم الاسبوع الجاي. وطبعا باي ما قدرش يفتح بقه وقعد يكمل الشغل لحد وقت متاخر من الليل. واثناء ما هو شغال بتجيله رساله من شخص مجهول، ولما بيمسك التليفون عشان يشوفها هوب الموبايل بيتهز فجاه وبيقع منه في الزباله. ولما حاول يجيبه ساعتها بيسمع صوت بيقول له نظام الثروه قيد التفعيل، وبوم بتظهر قوه غريبه وبتسحبه جواها. ومن هنا بقى يا صديقي بدات حكايتنا. وتاني يوم بيصحى على صوت واحد صاحبه اللي بيقول له فوق يا عم هتتاخر على المحاضره. فالواد بيصحى مفزوع وبيلاقي اصحابه في السكن بيجهزوا نفسهم عشان يخرجوا، وبيقولوا له قوم بسرعه على محاضره النهارده بتاعه العميد ولو ما حضرتش هتتنفخ. والواد مش فاهم حاجه خالص ولا عارف هو جه هنا ازاي. بيقول هو بيتكلم عن ايه؟ محاضره العميد؟ بس ده كان في ايام الجامعه. وساعتها بيبص حواليه وبيتصدم من المكان، بيعرف انه في السكن بتاع الجامعه. الواد ما كانش فاهم ولا مستوعب اللي بيحصل، هو انا رجعت بالزمن ولا ايه؟ بس بعدها بيهدى وبيحاول يفكر هيعمل ايه عشان يرجع للعالم بتاعه تاني. لا استنى، وارجع ليه من اساسه؟ انا مستقبلي زي الزفت وكل شويه اتطرد من الشركه اللي انا شغال فيها. وساعتها بيتحمس جدا وبيقول انا لازم اغير مستقبلي. وفي اللحظه دي بيظهر نظام قدامه وبيوري له المعلومات بتاعته. فالواد بيتصدم وبيقول هو ايه ده؟ ساعتها النظام بيقول له معلش نسيت اعرفك بنفسي، انا نظام الثروه، النظام اللي هيخليك اغنى شخص في العالم، وكبدايه انت تضاف لك دلوقتي 50,000 يوان. فساعتها باي فرح جدا وقاعد يتخيل هيعمل ايه بالفلوس، لكن النظام بيقول له ما تتحمسش قوي كده، الفلوس دي اصلا انت ما تقدرش تصرفها على نفسك. بص انا هشرح لك، كل فتره كده النظام هيضيف لك مبلغ معين من المال، بس الفلوس دي ما تقدرش تستخدمها غير في تطوير شركتك. وبعدها بقى على حسب معدل ربح او خساره الشركه هيتحول فلوس لحسابك الشخصي وتقدر تصرفه براحتك. فباي بيقول له يعني كده اقدر اكون غني؟ فالنظام بيقول له ايوه تقدر تقول كده. وبعدها بيبدا يحسب نسبه تحويل الربح والخساره اللي هيتحول لبطلنا. والصدمه بقى ان معدل الخساره اعلى من الربح 100 مره، يعني قصاد كل 100 يوان شركتك هتكسبها فهيتحول لحسابك يوان واحد بس قصاده، لكن بقى قصاد كل يوان شركتك هتخسره فهيتحول لك قصاده 100 يوان، يعني خساره الفلوس تعتبر احسن بكتير من مكسبها. بعدها النظام بيقول له اختار المجال اللي هتكون فيه شركتك، بس الواد ما كانش عارف يختار انهي مجال لان المجالات كتير جدا وبتحتاج مبالغ ضخمه، والمبلغ اللي معاك بدايه يعتبر قليل جدا. فبيقول للنظام يديله شويه وقت يفكر فيهم، فالنظام بيقول له تمام. وبعدها باي بيفتح اللابتوب بيبص على الالعاب اللي عنده، وساعتها بتجيله فكره وبيقول طب ما نخليها شركه تطوير العاب، الالعاب بيتصرف عليها مبالغ ضخمه وبالرغم من كده نسبه فشل اللعبه بتكون كبيره، وده معناه ان الشركه هتخسر فلوس كتير، وبكده نسبه الخساره اللي هتتحول لحسابي هتكون عاليه جدا. دماغ شغاله مش بتنام. المهم بعدها بينادي على النظام وبيقول له انا خلاص قررت خليها شركه تطوير العاب. فالنظام بيقول له هتسميها ايه؟ فبيقول له سميها شركه تكنولوجيا الالعاب. وبالفعل النظام بيسجل الشركه في نقابه الشركات، وبيقول له بعدها في حاجه لازم تعرفها، ممنوع تقول او تلمح لاي شخص عن وجود النظام والا هيكون في عواقب وخيمه. وبعدها بيقول له قدامك 14 يوم تكون طورت فيهم اول لعبه. فالواد بيقول له انت غبي ولا ايه؟ ازاي عايزنا نطور لعبه في 14 يوم بس النظام بيقول له ماليش دعوه يا معلم، اتصرف بقى مع نفسك. وبيبدا عد تنازلي لل 14 يوم. وفي اللحظه دي صاحبه يانج بيدخل عليه، فباي ما بيصدق وبيقول له هو ممكن حد يقدر يطور لعبه في اسبوعين بس؟ وقتها يانج قال له يا عم دي اسهل حاجه دلوقتي، انت ما تعرفش الموقع ايسرو ولا ايه؟ وبيروح على اللاب وبيوري له الموقع وبيقول له الموقع ده بيبيع قوالب العاب جاهزه، العاب محتاجه شويه برمجه بسيطه وتبقى لعبتك يا معلم. فباي بيقول هو ده اللي محتاجه وبيسيبه وبيروح جري على المكتبه. وساعتها بيقعد يدور في الالعاب على ارخص واوحش لعبه فيهم، وبيلاقي لعبه محاكي سيارات كده فبيقرر يشتريها. وبعدها قعد يعدل عليها ويضيف شويه تفاصيل، وفضل يطول الطريق اللي العربيه هتمشي فيه عشان تكون ممله لابعد حد. وبعد ما بيخلص تخريب في اللعبه بيخلي سعرها يوان واحد عشان الناس تشك انها لعبه وحشه وما يشتروهاش، وكتب في وصف اللعبه انها ممله جدا واللي هيشتريها ده بيضيع وقته مش اكتر. واخيرا بقى بينشر اللعبه وبتبدا رحلته في عالم الالعاب. تاني يوم بقى كان قاعد يلعب في اللاب وبيتاكد ان محدش نازل لعبته ولا شافها حتى، بينما اصحابه دخلوا اتغدوا وروقوا على حالهم. وبعدها قعدوا يلعبوا لعبه جماعيه كده، وكالعاده يانج كان السبب في خسارتهم وقعدوا يهزقوا فيه. وباي كان قاعد على سريره وفرحان بالدوشه اللي كانت وحشاه من بعد ما اتخرج من الجامعه، لانه بقى وحيد ومش لاقي وقت يلعب حتى بسبب الشغل. ودلوقتي اخيرا حياته هتتغير لما يخسر ال 50,000 يوان ويبقوا ملكه ويعيش بقى حياه نظيفه وسط الفلوس. لكن احيانا يا صديقي لا تمشي الرياح كما تشتهي السفن. ففي نفس الاثناء دي بنشوف عيل كده اسمه شياو، جيمر متوحد على الله
الله حكايته، مش بيعمل حاجه في حياته غير انه بيقوم من النوم يلعب لحد اخر النهار وبعدها ينام تاني. حرفيا حياه زباله بكل ما تعنيه الكلمه من معنى، ومصدر رزقه الوحيد هو صناعه المحتوى. بيعمل فيديوهات يجرب فيها الالعاب وبعدين ينزلها على اليوتيوب، واثناء ما هو بيدور على لعبه جديده عشان يعمل فيديو للقناه جات قدامه لعبه بطلنا، فقعد يتفرج على صور اللعبه وعجبته فقرر يشتريها. وبيشمر بقى وبيبدا اللعبه اللي كانت عاديه وممله جدا، وبينما هو مندمج في اللعب هوب الغلايه بتطلع صوت فبيخسر اللعبه، وساعتها بقى قرر يركز ويقفلها النهارده. فبيطلع دراعات البلاي ستيشن وبيركز اكتر، لكنه بيقعد يلعب ساعات لحد ما الواد ناعس وكان عايز ينام، فبيقرر يوقف اللعبه عند الحته اللي وصل لها، لكن اللعبه ما فيهاش حفظ تلقائي وبيخسر الجيم تاني. فبيتعصب على الاخر وبيقرر يجيب اخرها، لكن في كل مره بيخسر وبيتعصب اكتر من اللعبه واللي عملها. وطبعا بما ان الواد جيمر قد الدنيا لعب حوالي 1000 لعبه مهما كانت صعوبتها، فازاي لعبه كحيانه زي دي مش عارف يخلصها؟ فبيستعد من تاني وبيبدا يسوق العربيه لكنه برضه بيخسر. ينعل على ابوها لعبه بقى مش عايز العبها تاني يا عم، لكن في اللحظه دي اللعبه بعتت له رساله بتقول له مش عايز تعرف اللي مستنيك عند خط النهايه ولا ايه؟ طب حس كده يلا نكمل. وفعلا الواد فضل يلعب لساعات طويله وهو بينام على نفسه، وما كانش فاهم اللعبه دي اخرها ايه ولازمتها ايه اساسا، لحد ما اخيرا بيوصل لخط النهايه. فالواد بيفرح جدا وبيقول الحمد لله اخيرا خلصت اللعبه المعفنه دي بعد 8 ساعات، يا رب بقى الجائزه تعوضنا عن القرف اللي شفته. لكن ساعتها اللعبه بتصدمه وبتجيب له شلل حرفيا، بتقول له مبروك يا مغفل انت كده ضيعت 8 ساعات من حياتك على الفاضي. ساعتها الواد بينفجر وبيلعن سلسفين اللي عمل اللعبه دي. وتاني يوم باي كان قاعد في المحاضره، ولما لقى الكل مركز في تليفونه ومحدش باصص للتاني فبينادي على النظام وبيقول له ايه البيانات الحاليه اللي عندك، وفعلا بيوريها له وبيتضح ان لسه ارباحه زيرو، وكان خلاص فاضل 11 يوم على المده اللي حددها ولسه مفيش ارباح وصلت لحسابه. فالواد بيقول اخيرا بقى هبقى غني. لكن ساعتها بيسمع اتنين بيتكلموا عن لعبه جديده كده، بيقولوا انها لعبه معفنه لازم تلعب 8 ساعات متواصله عشان تكسب. وقتها باي بيترعب، يا نهار ازرق دول بيتكلموا عن لعبتي، فبيجري بسرعه وما تمش بالدكتور اللي دخل، وفضل يجري لحد ما وصل السكن وفتح اللاب بسرعه. والصدمه بقى انه بيلاقي 8000 واحد اشتراها. الواد بيتصدم وبيقول ازاي الناس تشتري لعبه معفنه زي دي، فبيدخل يشوف تعليقات الناس اللي كانت عماله تشتم فيه، لكنه بيلاحظ انهم بيتكلموا عن فيديو كده للواد شياو اللي شفناه من شويه، ده يطلع مين شياو ده كمان. وقتها يانج بيعرفه انه جيمر بيتكلم عن الالعاب، وامبارح نزل فيديو بيتكلم عن لعبه جديده مستفزه جدا فضل يلعبها 8 ساعات على الفاضي. وبيشغل الفيديو وشياو كان قاعد يشتم في اللعبه واللي عملها، بيقول يعني ايه افضل اسوق 8 ساعات من غير ما اوقف ولا ارتاح دقيقه، وفي الاخر اللعبه تقول لي مبروك يا مغفل. ده مين بقى اللي عمل اللعبه دي عشان عايزه في موضوع مهم ورا مصنع الكراسي. المهم بقى الفيديو ده مشاهداته عدت ال 200,000، وبسببه ناس كتير دخلت تشوف اللعبه، وده خلى باي متعصب جدا وبيقول كله بسبب اللطخ ده، وقعد يفكر ازاي يطفش الناس وما يخليهمش يلعبوا. فبيعدل وصف اللعبه وبيكتب اسف يا جماعه اللعبه ممله جدا فوق ما تتخيلوا، فيا ريت محدش يلعبها، وعلى فكره انا مش بتاع العاب اساسا واللي عايز يسترد فلوسه يبلغ عنها، ولكن للاسف العيال كلها قبلت اعتذاره وحابين يكملوا اللعبه. فباي كان هيتجنن وقعد يفكر هيعمل ايه دلوقتي عشان يكره الناس في اللعبه، ده حتى الواد يانج لعبها هو كمان. وباي بقى كان مشلول اساسا ومش مركز في اي حاجه، كان بيتخيل ان المده خلصت وخسر ال 50,000 كلهم عشان يدخلوا حسابه، لكن دلوقتي اللعبه هتكسب ومع كل 1000 يوان هياخد قصاده 10 يوان بس. المهم بقى بنسيبه يعيط وبنروح لمكان تاني عند السيد لي، وده يا معلم وحش سوق الالعاب، اشترى اكتر من 15 شركه العاب ومحدش قادر يقف قصاده. والسكرتيره بتعرفه على شركه بطلنا وبتقول له انها شركه لسه جديده وعامله لعبه واحده محققه مبيعات كويسه، وطبعا وحش السوق ما هموش الكلام ده وقرر يستحوذ عليها هي كمان. بنرجع بقى لبطلنا اللي كان واقف على سطح بابنا، بيقول خلال الاسبوعين اللي فاتوا اللعبه اشتراها اكتر من 120,000 واحد وصافي ربح الشركه و70,000 يوان، يعني انا دلوقتي كسبت 700 يوان بس. وساعتها النظام بيظهر وبيقول له مبروك يا عمنا، شركتك دلوقتي من افضل 10 شركات بدات في العالم، وده لان اول لعبه للشركه اتشهرت بشكل كبير وكان مكافاه من النظام للشركه، فتم اضافه مبلغ كمان ودلوقتي راس مال شركتك هو 300,000 يوان. فالواد بيعيط وبيقول بتضيف ليه دلوقتي، انا هخلي الشركه تخسر الفلوس دي كلها ازاي؟ فالنظام بيقول له لازم نزود الحد الادنى من الفلوس في كل جوله عشان مكاسب الشركه تكون اكتر. فباي بيقول له يعني كل مكسب فلوس للشركه، فالنظام هيضيف لي عليهم مبلغ تاني عشان يصعب الخساره عليا. ايوه بالظبط كده. المهم بقى الجوله التانيه بدات دلوقتي وقدامك 30 يوم تصنع فيهم لعبه جديده. فباي بيرجع السكن وبيقعد يفكر ازاي يخسر كل الفلوس، لكن دماغه بتوجعه من التفكير، فبيقعد يلعب شويه مع اصحابه عشان يصفي ذهنه، بس العيال كانوا بيخسروا كل الجولات ومش بيفوزوا خالص، وده بسبب عمنا يانج اللي مش بيعرف يلعب وعلى طول السبب في خسارتهم. فباي بيزعق له وبيقول له ما تلعب زي الناس يا عم، انت مش بتعرف تلعب وعمال تخسر وخلاص، انت ما بتعرفش حاجه غير الخساره، منك لله يا اخي وجعت لي دماغي اكتر ما هي وجعاني. استنى، مش بيعرف يعمل حاجه غير الخساره. وساعتها بتجيله فكره جامده، بيقول لي يانج انا محتاجك معايا، وقعد طول الليل يفكر ازاي هيستفاد من يانج وافكاره الغبيه عشان يخسر كل الفلوس، وفضل يبص للواد بنظره مخيفه قطعت له الخلف. وتاني يوم فضل لازق للواد في كل حته بيروحها، فيانج بيتعصب وبيقول له انت عايز مني ايه يا عم انت؟ ساعتها باي بيقول له انا بحاول اصنع لعبه كده ومحتاجك معايا. فالواد بيقول له انت عبيط، احنا لاقيين ناكله يا ابني، صناعه الالعاب بتكلف مبالغ ضخمه واحنا على الله حكايتنا، تقوم تقول لي عايزين نصنع لعبه؟
بقى روح شوف لك كلبه يا عم بقى كده. طب ايه رايك بقى ان انا اللي عملت لعبه العربيات اللي كلكم لعبتوها؟ ايه ده بجد؟ حس كده انا معاك قلبا وقالبا يا صاحبي، اؤمر وانا تحت امرك يا كبير. وعلى فكره لعبتك الزباله قصدي الجامده كانت حلوه قوي. المهم باي بيحذره وبيقول له اوعى تقول لحد عن الموضوع ده، ولازم يكون بينهم هما الاثنين بس. فانج قال له عيب عليك سرك في بير، وبعدها سابه وراح المكتبه عشان يشتري شويه كتب كده، وده عشان يتعلم برمجه العاب بقى ويبداوا في الجد. لكن على بالليل كده اول ما ينج فكر يفتح الكتاب جنايم على نفسه عامل زي والله. لكن باي كان فرحان من ده، بيقول كنت عارف انك هتعمل كده، انت الوحيد اللي هتعرف تخسرني كل فلوس الشركه. وتاني يوم كان بطلنا قاعد يفكر يخلي نوع لعبته الجديده ايه، كان خايف يعملها زي لعبه العربيات وتنجح هي كمان، وده لان لعيبه البي سي اللي هو الكمبيوتر يعني كتار جدا، وحتى لو كانت اللعبه ممله فهيلعبوها كنوع من التجربه مش اكتر. وساعتها بقى بتجيله فكره، طب ما نخليها لعبه للهواتف بس. ايوه بالظبط ده اللي احنا عايزينه. بيقعد بعدها يدور على اشهر لعبه موبايلات، وده عشان ينسخ القصه بتاعتها ويعمل قصه لعبته زيها بالظبط، لانه لما يعمل كده اكيد طبعا محدش هيهتم باللعبه بتاعته لانها منسوخه من اللعبه الاصليه. وبعد شويه تدوير عرف ان اشهر لعبه للموبايل هي لعبه كده اسمها الممالك الثلاثه، واللعبه دي بتقعد تجمع كروت لاشكال محاربين، وكل كارت بيمثل محارب، والمحاربين دول بتقدر تلعب بيهم ضد لاعب تاني زيك بالظبط. وعلى حسب بقى لو تشكيله المحاربين بتوعك اقوى من تشكيله خصمك فساعتها بتقدر تهزمه بسهوله. وخلاص باي بيقرر ينسخ اللعبه دي. بعدها بيصحي يانج عشان يبداوا في الشغل، وبيقعدوا الاول يدوروا على رسامين يرسموا بطاقات الشخصيات، ولما بيخلصوا بيروحوا على المطعم عشان يتغدوا. وساعتها باي بيقول ليانج عايزك تنسخ القصه بتاعت لعبه الممالك الثلاثه عشان نحطها في لعبتنا، والرسامين بقى هيرسموا شخصيات جديده، وده عشان لو خدنا شخصيات اللعبه الاصليه فساعتها لعبتنا مش هتنفع تتنشر على موقع الالعاب لانها تعتبر نسخ لاصق فما فيش جديد. بس يانج بيقول له لو عملنا كده لعبتنا هتكون كانها نسخه رخيصه من اللعبه الاصليه، ما هو ده المطلوب اساسا. بس باي بيحاول يغطي على الموضوع عشان خطته ما تتكشفش، وبيقول له فكر لنا في اشكال شخصيات عشان نحطها في اللعبه. فيانج بيقعد يفكر وبيقول له على شخصيات غريبه كده هتتسبب في افلاس الشركه من جمدانها، وطبعا باي كان ناقص يعمل له تمثال على جمدان افكاره. المهم بقى بنسيبهم وبنروح للسيد لي اللي بنعرف ان هو اصلا صاحب لعبه الممالك الثلاثه. يا محاسن الصدف. المهم السكرتير بيقول له ان لعبتهم بدات تخسر لاعبين كتير، وده بسبب ان اللعبه مش بتديهم بطاقات لمحاربين نادرين رغم انهم بيصرفوا فلوس كتير في تفتيح الباكجات، وده ضايقهم جدا وحاسين ان اللعبه بتستغلهم. بس السيد لي بيقول له عادي مش مشكله، لعبتنا هي اشهر لعبه موبايلات في العالم، ولما نخسر شويه لاعبين يعني مش هيأثر علينا في حاجه. بعدها السكرتير بيقول له ان شركه تكنولوجيا الالعاب اللي بنراقبها بدات تصنع لعبه بطاقات زي لعبتنا، والغريب انها شبه لعبتنا بالظبط. فالسيد لي بيقول له مش مشكله، لعبه مسروقه زي دي مش هتنتشر في السوق، هم شكلهم بيعملوا كده عشان يجذبوا انتباهنا ليهم مش اكتر، شركه صغيره زي دي مستحيل تنافسنا من اساسه. بنرجع بقى لباي اللي كان قاعد على سريره وفرحان بافكار يانج الغبيه اللي هتموت اللعبه من قبل ما تتعمل. وما اكتفاش بكده، ده سحب اللعبه وقرر يتعاقد مع احقر رسام في البرنامج، وبالفعل جاب اقل واحد في التوصيات عشان يرسم له الشخصيات. تاني يوم بقى بياخد يانج المطعم وبياكله على حسابه كمان، ومش بس كده ده خدوا رحله بالمركب عشان يروق عليه ويمنعه يفكر في اي حاجه عدله، ولو بس عقله هف على فكره نظيفه بيزعله وبيشتته على طول. المهم بقى بيجيبوا سيره الرسامين ويانج كان عايز حد مشهور، فباي بيقول في نفسه لو جبنا حد مشهور فاكيد هيكون وراه فانزل الرسم بتاعه وهيحمله اللعب عشانه، لازم نتجنب اي خطر من ده. وساعتها بيضحك على يانج وبيقول له الرسامين المشهورين دول بيبقى لهم ستايل رسم معين في كل الشركات اللي بيشتغلوا فيها، وساعتها الناس هتقول اننا بنقلد الشركات اللي الرسامين اشتغلوا معاهم، فعشان كده لازم نلاقي رسامين تعبانين يرسموا لنا تصاميم محدش عمل زيها. فيانج بيقول له ايوه صح عندك حق، خلاص ما تقلقش وسيبها عليا، انا هجيب لك شويه رسامين مش معروفين بس رسمهم جامد قوي. فباي بيقول لي يا دي ام الشغلانه السوداء، الواد ده هيتعبنا معاه ولا ايه؟ لو الرسم طلع جامد فالناس هتنزل اللعبه لمجرد الرسم بتاعها. فبيضطر يقول له ما تدورش على حد خلاص، انا لقيت الرسامين اللي هنحتاجهم، وبيوري له رسمهم. فيانج بيقول له هو رسمهم حلو وكل حاجه لكن تحس انه كرتوني شويه. ساعتها باي بيقول له افهم يا غبي، لو جبنا رسامين متعودين على الرسم الكرتوني ده فاكيد لما يرسموا رسم واقعي هيبدعوا فيه، وده لانهم مش متعودين عليه فاكيد حدود افكارهم هتكون كبيره. وطبعا زي ما احنا عارفين كل الكلام اللي باي بيقوله ده هاري بيحاول يضحك بيه على يانج مش اكتر، وفي الحقيقه هو جابهم لانهم مش بيرسموا رسم واقعي، فلما يجوا يرسموه فاكيد هيرسموا حاجه معفنه. المهم لما بيرجعوا البيت بيلبسوا هدوم كلاسيك كده، وده عشان يبانوا انهم شركه محترمه وهم بيكلموا الرسامين. ولما الرسام بيرن عليهم بيرد عليه يانج برسميه وبيقول له اهلا بيك، زي ما انت عارف احنا شركه تكنولوجيا المعلومات وده رئيس الشركه واسمه باي، الرسام اللي محتاجينه لازم يكون فاهم طبيعه شغلنا كويس. وساعتها بيقوم عشان يفهمه، والمصيبه انه كان طالع بالشورت. فباي بيقول ضيعت هبتنا الله يفضحك يا بعيد، وبيضطر يكلم الرسام بنفسه وبيساله عن اسمه الاول. فالواد بيقول له روان. بعدها بقى بيقول له ارسم شخصيات واقعيه مش كرتونيه زي اللي بيرسمها دي. فروان بيقول له طب وانت اخترت فريقنا ليه؟ مش كنت تدور على فريق متخصص بالكلام ده؟ فباي بيقول له انا شايف ان عندك الامكانيات اللي محتاجينها. وطبعا الواد بيصدق الكلام وبيقول له تمام، وبيعرف باي ان حسابهم هيكون 2000 يوان. بس باي بيقول له بس كده؟ طب الراجل بحبحها شويه، بص انا هخليهم لك 2500 ولا اقول لك 3500 خلي الفقير
الفقير ياكل. فطبعا الواد بيتصدم من اللي سمعه، مفيش حد بيعمل كده يا ابني. وكل ده ويانج هيتشل منه ومستغرب انه بيزود سعر التصاميم لشخص مبتدئ اصلا. وهوب النظام بيبعت رساله لباي عشان يلم نفسه لان الاسعار مش معقوله. فباي لحق نفسه وقال له الاسعار هتكون شامله التعديلات في اي وقت نحتاجه. فساعتها التحذير بينسحب وباي بيفرح على الاخر انه بيخدع الكل. بعدها بيبعت له تفاسير الرسومات وبيقول له عايزك تفكر خارج الصندوق، ارسم بحريه على قد ما تقدر واهبط في الرسم براحتك، انا مؤمن بذوقك ومش هعارضك فيه. وطبعا الواد بيتاثر بالكلمتين دول وبيقرر يطلع اقصى ما عنده، وبيسال باي هتحتاجهم في خلال كام يوم. فباي بيقول له معاك لحد اسبوعين. فالواد بيقول له تمام، وبكده تمت الصفقه بينهم. وفي الحقيقه بقى روان ده عيل متوحد وما بيخرجش من بيته، فكونه اتكلم مع الناس واتفق ده كتير عليه. بينما باي كان بيقول لي يانج الموضوع ده بقى بتاعك، تشرف على التصميمات والتعديلات مع روان عشان اكون مشغول في اللعبه نفسها. وبعد شويه باي بيقعد لوحده وكان بيفكر في تصنيع اللعبه وازاي يكره الناس فيها وما يخليش حد يشتريها، يعني ممكن يعلي سعرها او يعمل شخصيات معقده وممله وبكده محدش هيغامر ويشتريها. وما اكتفاش بكده، ده شاف ايه احقر لعبه خسرت على الموقع وقرر يشتري كل اللي فيها ويدخلها في لعبته. وبنروح لروان اللي جمع الفريق بتاعه وبيوريهم قائمه الطلبات بتاعه العميل، لكنهم بيستغربوا جدا من وصف الشخصيات اللي باي عايزها، وصف زباله كانهم عايزين يخلوا اللعبه تفشل. فساعتها بيشك ان باي ده نصاب وهيضحك عليهم في الاخر، بس روان بيقول مستحيل، ده دفع الفلوس مقدم كمان. فالعيال بيستغربوا اكتر وبيفكروا يفكوهم من الشغل ده، لكن روان بيقول لهم بطلوا هبل بقى، العميل واثق فينا لدرجه انه دفع لنا الفلوس مقدم وهو ما يعرفناش، وغير كده ادانا حريه الرسم زي ما نحب، مش زي باقي الشركات اللي اشتغلنا معاهم. فكروا في الموضوع كويس، الفرصه دي مش هتتكرر ولو رفضنا هنندم بعدين، لازم نستغلها كويس ونصنع اسم لنفسنا عشان نعرف باقي الشركات اننا مش قليلين. وساعتها العيال بيتحمسوا وبيقولوا عندك حق، احنا لازم نطلع تحفه فنيه محدش عملها قبلنا. شكلي بطلع يعيا التاني ولا ايه؟ المهم العيال بيبداوا شغل فعلا بحماس كبير، حرفيا بيشتغلوا ليل نهار وما رحموش نفسهم لحد ما خلصوا. بعدها بيبعتوا الشغل ليانج اللي اتصدم من جمدانه، بيقول ازاي العيال دول عملوا حاجه بالعظمه دي. فبيصحي باي عشان يوريه، بس الواد بيقول له اتعامل انت مع الباقي وحطهم في اللعبه. فيانج بيقول له تمام، بس انت هتسمي اللعبه ايه؟ فقال له اي حاجه يا عم مش هتفرق يعني، خليها الجنرال الكحيان او اي حاجه تعجبك. وتاني يوم بقى لما بيصحى من النوم يانج بيقول له كله تمام يا معلم، انا جربت اللعبه كذا مره وما فيش فيها اي مشاكل. فباي بيقول له حلو قوي، هبقى ارفعها على موقع الالعاب النهارده وهنكتب في الوصف بتاعها انها لعبه ورق عاديه جدا. فيانج بيقول له يا ابن اللعيبه، عايز يعني توهم الناس انها لعبه عاديه عشان ياخدهم الفضول يجربوها؟ فباي قال له بالظبط كده، اما انت عيل غلبان بصحيح. تاني يوم باي كان متعصب على الاخر لما شاف التصاميم ومش مصدق ان روان الكحيان عمل التصاميم الجامده دي، ويانج مش فاهم هو زعلان ليه، ما دي حاجه كويسه. لكن باي قاعد يضرب ايده في الشجره وكان هيتشال، مش مصدق ان روان الكحيان طلع منه كل ده، لو كان يعرف انه هيطلع تصاميم كويسه ما كانش هيكلمه اساسا. ويانج الغلبان ما كانش فاهم حاجه، مفكره حاسس بالذنب عشان دفع له فلوس قليله في التصميمات، فبيسيبه وبيمشي. وساعتها باي بيحاول يهدي نفسه، بيقول يمكن الناس تنخدع في اللعبه والتصميمات وتعصبوا لما يلاقوها وحشه. وساعتها بقى ينفخ روان وياخد منه فلوسه، وبعد شويه بيرجع لاوضته. ويانج عرف ان في اكتر من 100 واحد نزلوا اللعبه في يوم واحد بس، لكن الغريب ان كل اللي نزلوها بيشتموا فيها واخدت تقييمات سلبيه. ساعتها باي بيفرح وبيجري يسحب الفون ويقرا التعليقات اللي كلها بتقول ان اللعبه وحشه جدا والرسومات اللي فيها مزعجه قوي. فساعتها باي بيفرح وبيقول انا كان عندي حق. فيانج بيقول له ما تهدى يا عم انت اتهبلت ولا ايه؟ وبعدين باين قوي ان في شخص هو اللي بيعمل التقييمات السلبيه دي، شكل كده في حد مستقصدنا وعايز اللعبه تفشل. ساعتها بيحاول يرد على الناس دي ويشتم فيهم، لكن باي بيمنعه، بيقول له التعليقات السلبيه دي هتنشر اللعبه اكتر وهتكون في صالحهم، وغير كده التقييمات كل شويه بتزيد، انت عايز ترد على الناس دي كلها ازاي؟ فكك منهم وخلينا نشوف اخرتهم ايه. وفعلا الواد بيقتنع بالهري ده وبيقرر يهدى كده وما يتعصبش بسهوله. ولما روان سالوا عن التصميمات عرفوا انها زي الفل وما فيهاش مشاكل، وطبعا روان واصحابه فرحوا جدا بالاخبار دي، لكن لما بحث عن اللعبه استغرب جدا من الوصف السلبي اللي كاتبينه ليها. فاصحابه قالوا له ان دي خطه التسويق العكسي وبتجيب مع الناس، يعني يوصف اللعبه بشكل وحش عشان يخلي الناس تحس بالفضول ناحيتها ويدخلوا يجربوها. لكن روان بيقول له الموضوع مش كده وبس، ده لسه ما عملش اي اعلانات للعبه لحد دلوقتي. فبيقولوا له يمكن ما لحقش يعمل عشان لسه منزلها، وبعدين ده صاحب لعبه العربيات اللي اتشهرت من فتره كده، اكيد يعني عارف هو بيعمل ايه. وساعتها قرروا يلعبوا اللعبه ويشوفوها بنفسهم. وبالليل كده روان قاعد يلعب اللعبه بينما اصحابه نايمين، وطول الليل بيلعب وشايفها لعبه بسيطه بزياده وفيها اخطاء كتير. فقرر يتصل على يانج اللي كان في سابع نومه لحد ما صاحبه صحاه عشان يرد على تليفونه. واول لما رد روان قال له هي ليه اللعبه بسيطه بزياده كده؟ حتى متجر المشتريات ما فيهوش غير عنصر واحد اللي هو بتاعه عضويه مدى الحياه ورخيصه جدا، ولا اللعبه لسه في مرحله الاختبار وهينزل منها نسخه ثانيه. لكن يانج عرفه ان دي النسخه النهائيه ومش هيتم عليها اي تعديلات، وكمان اللي هيشتري بطاقه العضويه هيكون له سحبتين ل10 سحبات يوميا. وطبعا روان اتصدم لان اللي بيقوله ده هيتسبب في خسارتهم ومش هيدخل لهم اي ارباح. لكن يانج عرفه ان دي فكره باي اللي شايف ان اللعبه غاليه جدا على المتجر، فمش هينفع يحط العناصر كمان غاليه عشان الناس تستمتع باللعبه. وطبعا روان اتاثر بكلامه وفكر ان باي بيفكر في الناس وعايز يساعدهم. ومش بس كده، ده الاتنين اهبل من بعض وقعدوا يعيطوا وهم متاثرين من كرم باي. ويانج عرف ان هو معهوش فلوس يعمل تسويق للعبه من كتر التضحيات اللي عملها، عشان كده متضايق
ومتضايق جدا اليومين دول. فساعتها روان بيقفل معاه وقرر يساعدهم، وقعد مع اصحابه وعرفهم باللي حصل، وان باي مش غني زي ما كانوا فاكرين، وفي الحقيقه مش بيدور على فلوس ولا الشهره، وعايز الناس تلعب باقل تكلفه، وكمان معهوش فلوس للاعلانات. وغير كل ده كمان معمول عليه حملات ضده عشان اللعبه تخسر، فلازم نساعدوه باي طريقه. نروح بقى ده الجميل بتاعنا اللي كان مبسوط ان لعبته بتخسر، لكن ساعتها يانج جاله وهو فرحان، عرف ان لعبتهم اتشهرت بشكل مفاجئ واتشراها اكتر من 10000 شخص في يوم واحد بس. ومش بس كده، ده التعليقات الايجابيه غطت على كل التعليقات السلبيه، والناس كلها بتتكلم عن جمدان اللعبه والرسومات وبقت ترند دلوقتي. فباي بيقول له بس احنا ما عملناش اي اعلانات للعبه عشان يحصل كل ده، وبيفتح الموبايل يشوف ايه اللي بيحصل، وبيلاقي ان كل الناس بتشكر في رسم الشخصيات اكتر من الحاجات التانية. فساعتها بيعرف ان روان اللي ورا الكلام ده، فبيتصل عليه وبيساله لو هو اللي روج للعبه. وطبعا روان كان مبسوط ومفكره هيشكره، خاصه انه منضم في جروب كده له علاقه بالالعاب والرسامين، ونشر لهم التقرير اللي باي بعته للشخصيات ووراهم النتيجه النهائيه. فطبعا الكل اتصدم من جمدان التصميم بالرغم ان التقرير متبهدل، فاعتبروا روان فنان ولازم يدعموه. ومش بس كده، ده نشر في كل الجروبات عن اللعبه، وان المبرمج بتاعها راجل طيب ومش همه الفلوس، وبما انه صرف كل اللي معاه على اللعبه ومش معاه فلوس للترويج فلازم نساعده. وطبعا قاعد يحكي الباي اللي هيتشل حرفيا، مش عارف يشتمه ولا يشكره، فقفل السكه في وشه وقعد يندب حظه، بيقول انا عملت ايه في حياتي عشان يحصل لي كل ده. وحتى يانجي كان قاعد يفكر في باي وفاهم ليه هو كان بارد في البدايه، وهو دلوقتي حقق نجاح كبير، بس عايز يعرف مين اللي عمل حمله ضدهم عشان يفشلوا اللعبه. بنسيبهم بقى وبنروح لسيد لي، وبنعرف ان هو السبب في الحمله دي. كان متعصب من الموظف عشان فشلوا في مهمتهم ولعبه باي نجحت، وطبعا ليه كان فاكر ان باي بينافسه وبيتحداه، عشان كده اختار قصه الممالك الثلاثه ونفذها، وبيقول من الاول وان هدفه الوحيد بس انا مش هسكت وهوريه انا اقدر اعمل ايه. بعدها فترة بنشوف باي اللي كان قاعد بيتكلم مع خدمة العملاء بتاعت موقع الألعاب، بيقولوا له إن لعبته فازت بجائزة لعبة الشهر كأكتر لعبة موصى بيها على المنصة، بس باي كان سايبهم يرغوا وبيروح الأول للحمام عشان محدش يسمعه، ولما بيتأكد إن مفيش حد بيقول لهم يشيلوا اللعبة من قائمة التوصيات، لكن ساعتها النظام بيطلع وبيقول له أنت كده بتخالف القواعد. فباي رجع قال لخدمة العملاء إنه كان بيهزر وما تعملوش حاجة في اللعبة، ولما بيطلع على السطح فجأة شاشة النظام بتظهر وبتعرفه إن الوقت المحدد للعبة التانية خلص. فباي بيشوف اللعبة كسبت قد إيه لحد دلوقتي، وبيتصدم حرفيا لأنها جابت نص مليون تقريبا. بيقول إزاي لعبة معفنة زي دي تكسب كل ده، وساعتها النظام بيقول له ان ارباحك المرة دي هي 2100 يوان، وبيبارك له عليهم. بعدها بيبدا العد التنازلي للعبة اللي بعدها واللي بيكون 90 يوم المرة دي. فواي بيقول اللعبتين اللي عملتهم عمالين يجيبوا فلوس للشركة بشكل مستمر، يعني كده ممكن ما اقدرش اخسر الفلوس حتى لو عايز، وغير كده النظام عمال يضيف فلوس فوق الفلوس اللي بتصل من الالعاب، وده هيخلي الموضوع مستحيل. بس النظام بيقول له الجولة دي مش هنضيف اي فلوس، وده لان الفلوس اللي معاك هتكفي الحد الادنى اللي هنحتاجه للعبة الجديدة. فباي بيقول له خلاص ما تضيفش اي فلوس في الجولات الجديدة تاني، لكن النظام بيقول له ده مش بمزاجك، لو الحد الادنى من الفلوس مش هيكفي للجوله اللي بعدها فالنظام بيضيف تلقائي لحد ما يوصل للحد الادنى اللي الشركه بتحتاجه. فساعتها باي بيسيبه وبيروح يقعد في الملعب، بيقول طب والحل ايه دلوقتي؟ وفي اللحظه دي بتجيله مكالمه من يانج بيقول له ان في شركه كبيره عايزه تستحوذ على شركتنا وهتدفع مبلغ كبير جدا. فباي بيقول حلو قوي، لكن ساعتها النظام بيحذره وبيقول له ممنوع تبيع الشركه لاي سبب. فباي بيضطر يرفض العرض، بس يانج بيقول له ترفض ايه يا عم انت؟ دول عارضين 50 مليون، احنا لو قعدنا حياتنا كلها نصنع العاب مش هنجيبهم. فباي بيعيط وبيقول له ارفضهم وانت ساكت. فيانج قال له طب ايه رايك نستثمر معاهم في الارباح؟ وطبعا باي عنده فلوس مش عارف يوديها فين فيستثمر ازاي، فبيرفض ده كمان. بنروح بقى لسيد لي اللي كان متعصب جدا من كميه الرفض دي. لا ومش بس كده، ده باي البجح هو اللي عايز يستثمر في شركتهم ويشاركهم الارباح، وقتها ليه اتجنن على الاخر وقرر ينفخ باي ويعلمه الادب. بالليل بقى باي ويانج كانوا قاعدين ياكلوا في مطعم، ويانج كان مستغرب ان باي زعلان ومش مبسوط بالارباح، خاصه ان موقع عيسرو ظاهر ان الارباح قربت توصل 6 مليون على اللعبتين، وطبعا دي مصيبه لباي اللي المفروض يخسر كل ده. ويانج الجلاله خدته وقرر يدفع ثمن الاكل، ولما عرف السعر اتصدم وقال له ما تخليها عليك المره دي يا اخويا، لكن باي سابه ومشى بسرعه. وبيتضح انه بيكلم النظام وبيقول له دي عزومه للموظف بتاعي، ينفع ادفع ثمنها من الارباح ولا ايه؟ وفعلا بيتوافق على طلبه وبيرجع ليانج اللي كانوا رابطينه وهيتنفخ لو ما دفعش. فباي يعرفوا انه هيدفع الفاتوره كلها، وبينما هم قاعدين لقوا مذيعه في التلفزيون بتتكلم عن شركات الارباح الجديده والارباح اللي بيحققوها. فباي جات له فكره وقرر يفتح مبنى للشركه ويوظف فيها ناس كتير، وطبعا الايجار والمرتبات وكل ده هيتخصم من ارباح الشركه اللي بتروح للنظام. وزي ما احنا عارفين الاثنين على الله حكايتهم وما لهمش في اداره الشركات والحاجات دي، فقرروا يروحوا المكان كده متخصص فيها وبيدوروا على شركه توظيف كويسه. وبنروح احنا كمان لشركه السماء الناريه، وبنلاقي المدير تشوف فتح قصاده قايمه بالموظفين اللي هيطردوا الشهر ده، ومن ضمنهم واحده كده اسمها لين، لكنه بيرن على السكرتير وبيقول له اطرد الباقيين وسيب الموظفه لين. لكن فجاه الباب بيتفتح وبتدخل لين وبتقدم استقالتها عشان مش مرتاحه في الشغل وهتدور على شغل تاني في مكان احسن من ده، وسابته ومشيت والراجل مصدوم، ده لسه مكلم الموظف عشان يسيبها. يلا جت منها
خدمه احسن. وبيرن على رقم تاني وبيقول له نجحت في اللي كنت طالبه مني وكرهتها لك في صناعه الالعاب خالص، وهي قدمت استقالتها. بعد شويه باي ويانج كانوا في شركه التوظيف وقاعدين بياكلوا ايس كريم ومنظرهم كانهم عيال في الحضانه. ولما الموظف دخل استحقر شكلهم ومفكرهم جايين يقدموا على شغل، ولما يانج عرفوا انهم محتاجين موظف يساعدهم في الاداره، ساعتها الراجل فكرهم عيال فاشله لسه هيفتحوا مشروع فما اهتمش بيهم. لكن باي عرفوا انه محتاج شخص كويس يساعده في اداره شركته وهيديله المرتب اللي يطلبه. وبرضه الموظف قال له احنا مرتباتنا غاليه ومش بنشتغل ببلاش وانت مستحيل تعرف تدفع لنا كويس. لكن باي قال له انا مستعد ادفع للموظف ده 400,000 سنويا. ساعتها الموظف ويانج بيتصدموا من الرقم، والموظف بيجري يطلب لهم فاكهه وبيرحب بيهم، وبنعرف ان اسمه لورانس ومستعد يساعدهم. وبيجري على اللاب بتاعه بيقول له حضرتك محتاج سكرتيره ولا ضابط تنفيذي؟ وطبعا باي بيساله عن الفرق، فعرفه ان السكرتيره هتتعامل مع اي حاجه تافهه وبسيطه، يعني لو باي مشغول هتحل مكانه، والتاني هيساعده في ارباح الشركه والقرارات المهمه. وطبعا باي يختار السكرتيره وناقص حد يدير له الشركه ويكسبها اكتر، وكمان بيختارها بنت مش ولد. فلورانس بيوري له ملف السكرتيره شين، ودي بتتكلم 3 لغات ودارسه تمويل وقانون وجامده في كل حاجه. ويانج استغرب لما عرف انها كانت شغاله في شركه مشهوره واتطردت، وكمان مطروده من شركات كتيره ومحدش عايز يوظفها. لكن لورانس عرف انها بس عصبيه شويه، بس من ناحيه الشغل فهي زي الفل وكمان ما بتتدخلش في اللي ما يخصهاش. وطبعا البت عجبت باي وقرر يشغلها عنده. وفي مكان تاني بنروح للين اللي كانت بتتفرج على اخبار وعرفت ان لعبه الجنرال محققه ارباح عاليه من غير اعلانات مموله، والناس كلها حابه اللعبه دي، وبيتضح انها جايه تدور على شغل في الشركه دي. وساعتها بيطلع يانج وباي اللي سامعها بتتفرج على اخبار لعبته، قال لها ما تصدقيش الاخبار دي لعبه تافهه وممله. وطبعا البت ادته مرشح محترم عن جمدان اللعبه وصاحبها، فالواد سابها ومشي. ولورانس عرفه ان شين هتيجي تقابله بكره على الساعه 2 الظهر كده. بعدها بيروح يقابل لين وبيسالها عايزه تشتغل فين، والصدمه لما البت قالت له انا بدور على شركه تكنولوجيا الالعاب بس مش لاقيه ليهم اي وظايف على النت. وطبعا الراجل عرفها ان صاحب الشركه هو اللي هزيته من شويه، فالبت بتتصدم وجرت عشان تلحقه وتعتذر له، لكنه كان خلاص ركب التاكسي ومشي من المكان. وتاني يوم باي بيقابل السكرتيره شين وبيتفقوا على تفاصيل الشغل، والبت كانت مغروره على الاخر وعرفته انها سكرتيره شاطره وهتفيد شركته. لكن باي قال لها انه مش عايزها تحشر مناخيرها في اي حاجه غير لما يطلب منها، عايزها هاديه كده وكسوله. يا عمي عايز الطلب دي بتتحرك بالعافيه، والاتنين بيتفقوا عشان يبداوا شغل. لكن المشكله ان لسه مفيش مبنى للشركه عشان يبداوا فيه. وقتها شين بتاخدوا المكان كده بيأجر شركات، والواد اختار اغلى مكان في البلد كلها وقرر يأجر الدور كله وهيدفع حوالي 400,000 في الشهر. وطبعا ارباحه وصلت لاكتر من 6 مليون، فبالنسبه له دي فرصه انه يخسر اكتر واسرع. وقتها شين قالت له دلوقتي محتاجين المكاتب والاجهزه اللي الموظفين هيشتغلوا عليها، فعايز تدفع كام في الحوار ده؟ ساعتها باي قال لها لازم نعمل بيئه عمل حلوه للموظفين عشان الشغل يكتر، فهدفع لك 2 مليون في الحوار واختار اعلى الاصدارات. وطبعا النظام ظهر وشتموا على المبلغ ده، فباي قال له خلاص مليون طيب، وبرضه المليون حذره وكان هينفخه، فقال لها 800,000 حلوين قوي، وفعلا ده مبلغ كبير ويكفي بزياده. والواد قرر يعمل شركه نظيفه فعلا لانه صعب يصنعها قدام لما يبدا يكسب فلوس، فعشان كده بيجهزها من كل الاجهزه والمكاتب وحتى البوفيه واوض الاستراحه والاجتماعات، اختار اغلى الاسعار لكل حاجه. وشين عرفته انه لسه ما اختارش مكتبه هيكون ازاي، وهي بنفسها اجرت له بيت غالي وفيه مكتب قريب من الشركه. وطبعا النظام ما قدرش يفتح بقه لان ده من ضمن فلوس شركته، وجي وقت بقى تعيين الموظفين فعملت له قايمه كده بمتطلبات الشغل، وطبعا عملت له حاجه نظيفه ومش اي حد يقدر يقدم، والمتطلبات كانت اساسيه لاي مبرمج العاب، وباي ما كانش هيعرف يشيلها. فقال لها طيب سيبيني افكر شويه وانت شوفي باقي الحوارات دي، وسيبي لي حته المرتب هحددها بنفسي. والبت كانت ذكيه بزياده وقالت له الهدوم دي ما تنفعش لمدير شركه، عايزين نشتري لك هدوم جديده تحضر بقى الاجتماعات والانترفيو. وفعلا اشترت له هدوم كده كلها رسميه، فالنظام ما فتحش بقه ولا قدر يعترض. ولو بصينا على لوحه البيانات هنلاقي في حوار الشركه ده صرف لحد دلوقتي 700,000 على ايجار المكتب بس، يعني لو ماشي بالمعدل ده كل شهر الفلوس هتبدا تدخل لحسابه بكل سهوله. لكن مش هينفع يكون يانج بس اللي بيساعده، لازم يلاقي حد تاني فاشل زيه. فعلى طول فكر في الواد صاحبه اللي اخره يلعب وبس، فبيروح بجمدانه ولبسه النضيف على صاله الالعاب وبيسال عن الواد شو، ولما اتاكد انه هناك قرر يدخل له. وبالمناسبه صديقي ده كان صاحبهم في الجامعه، لكن اتطرد بسبب ان كل سنه بيسقط في جميع المواد، ملوش غير في الالعاب وبس، فطبيعي يعين جيمر محترف زيه بدل ما يعين واحد يقرفه بافكاره في صناعه الالعاب. ولما راح قابل الواد ونادى عليه ما بصلوش حتى وكمل لعب. ساعتها باي قال له عايزك تشتغل في شركتي كمصمم العاب وهتصمم اللعبه اللي على مزاجك. وطبعا الواد ما صدقهوش، فباي طلع له ظرف فلوس ورماه على المكتب وقال له ده اول مرتب ليك لو وافقت تشتغل معايا. وفعلا قدر يجذب انتباهه الواد بيركز معاه، وباي عرفه ان اجهزه الكمبيوتر في شركته بمواصفات عاليه جدا وبشاشتين كمان. وطبعا الواد قال له انا مش بعرف اصنع العاب، انا اخري العب بس. لكن باي قال له ده مفيش احسن منك يا راجل، انت خبره واكتر واحد لعب العاب، فساعدني نطور لعبه احسن من الالعاب التقليديه دي، احنا هننفذ العاب من دماغك. عموما الكاتب بتاعي في الظرف خد قرارك وبلغني. وكان هيسيبه ويمشي لكن شو خد قراره بالفعل، وقال له مستعد اسيب المكان
المكان ده واشتغل معاك. فباي قال له حلو كده عجبتني، استخدم الفلوس دي وروح استحمى وهات لك لبس نظيف وعدي عليا بكره في الشركه. بعدها بيرجع لبيته وهو بيفكر ازاي هيستفاد من غباء يانج وشو، وكمان يعين كام واحد غبي في الشركه عشان يعلن افلاسه. تاني يوم بيصحى بسرعه عشان الانترفيو وبيروح الشركه وقابل واحد متوتر كده واقف قصاد الاسانسير، وعرف انه كحيان وبيشتغل اكتر من وظيفه. واول لما الاسانسير اتفتح بيظهر جواه واحد اسمه ليو وهو كمان جاي يقدم على شغل. بس اول لما شاف الواد الكحيان عرفه ان شركه تندا مستحيل تقبل واحد فاشل زيه وسابهم ومشى. وبيدخل الاسانسير مع باي اللي بيساله هو ده زميلك، فبيقول له لا ده مديري في الشغل، مش مصدق ان هو كمان هيقدم على الوظيفه. بس باي قال له مستحيل مدير الشركه يقبل يوظفه، والواد ما كانش مصدق لان السي في بتاعه ممتاز وهو اكتر واحد مناسب للوظيفه. وكل ده ما يعرفش ان باي اللي بيرغي معاه ده هو مدير الشركه، لحد ما بيدخلوا البوابه وفي اتنين بيرحبوا بالسيد باي مدير الشركه. وطبعا الواد اتصدم على الاخر، لكن باي قال له املى البيانات دي وحصلني. وبيدخل اوضه الاجتماعات والواد كان عايز يمشي لانه حتى ما عندوش خبره وكان هيقدم وخلاص، لان يا دوبك بقاله 6 شهور في موضوع الالعاب ده. بس باي ما صدق يلاقي حد كهيان وقال له ما تقلقش انت اتقبلت في الشغل، بس قول لي كده متوقع مرتبك يكون كام؟ لكن الواد ما كانش متوقع كتير لان في شغله القديم كان بيقبض 1500 يوان في الشهر. فبيقول له باي يا ريت تخليها 2000 يوان ولا حاجه. بس باي قال له انت ايجار بيتك 1000 يوان في الشهر مش كده؟ فالواد قال له ايوه، واكلك وشربك في الشهر برضه هيكلفك على الاقل 800 يوان. ده انا كده ابقى مدير استغلالي لو اديتك 2000 يوان بس، وعشان كده هديك 4000 في الشهر. فالواد ما كانش مصدق اللي سمعه وبيعيط من الفرح. المهم بقى طول اليوم كان قاعد يقابل ناس كتيره لحد ما زهق وعايز يمشي. بس شين قالت له ان في بنت رزله كده مصره تقابله، وهوب البنت اللي بتدخل وقعدت تشكر فيه وفي شركته ومفكراه راجل كويس همه يفرح اللاعبين مش يحقق ارباح كتيره، وقعدت ترغي وباي مش فاهم منها اي حاجه. فشين عرفته انها كانت شغاله في استوديو واتطردت منه ومش بتعمر في شغلانه الا وبتجيب اجالها. يا سلام، دي بقى الماده الخام المطلوبه، واكيد طبعا باي قبلها على طول، وشكل كده هي اللي هتجيب اجل الشركه. بعد كام يوم كده بنرجع للسكن بتاع باي وبنلاقي كل اصحابه مستغربين من اختفائه لانه ما بقاش ينام في الاوضه ولا حتى يحضر المحاضرات. وطبعا بيسالوا يانج اللي اتوتر وعرفهم انه بيشتغل بالليل فخد سكن جنب شغله. وقتها ما حدش اهتم وكملوا لعب تاني. وبنروح للشركه اللي اتملت موظفين، بس الغريب ان وظيفتهم يلعبوا خلاص ومحدش فاهم ايه هدف المدير اللي حتى مش بيسمع بساعات عمل اضافيه وكل مهمتهم يلعبوا خلاص. ساعتها لين قالت لهم ده عايزنا نلعب عشان نفهم طريقه تفكير المستخدمين لما يلعبوا وايه المشاكل اللي بتواجههم، عشان يعني في المستقبل يصنعوا لعبه كويسه تناسب الكل. وقتها العيال اقتنعوا بكلامها وكملوا لعب، بس كمان عرفتهم ان دي خطه من السيد باي عشان يحسسهم بالذنب، اصل مش طبيعي يقبضوا مرتبات عاليه عشان يلعبوا خلاص. وفعلا العيال بيقتنعوا، بس برضه كانوا مستغربين انه بقاله فتره مختفي ومش بيتابعهم ولا متابع شغلهم. الله، لما مش بيروح السكن ولا الشركه مختفي فين ده؟ وبيتضح ان باي قاعد في شقته وبياكل بطيخ ومستريح على الاخر، وكمان كان سامع كل كلامهم. ولما لقاهم زهق وقرر يخترع لعبه جديده، وساعتها كان شغال في التلفزيون فيلم اكشن وناس بيضربوا نار على بعض، فقرر يخترع الفكره دي وحس انها هتفشل ومحدش هيحبها. وبعد شويه بنرجع للشركه وشين بتعلن ان وقت الشغل خلص ولازم الكل يمشي حالا، وكل الموظفين مخنوقين ومش عاجبهم الشغل التافه ده. لحد ما فجاه بيدخل باي وبيقول لهم ازيكم يا جماعه وحشتوني والله، كلكم عارفين اني اختفيت حوالي اسبوع كده، وانا خلال الاسبوع ده كنت بفكر في مستوى الشركه. وبيكمل وبيعرفهم ان لعبه الاوراق على التليفون حققت نجاح كبير، عشان كده هدفهم الجديد هو صناعه لعبه اطلاق نار لكن باسلوب جديد ومختلف عن كل الالعاب التقليديه. وطبعا العيال كلها مصدومه ومش مصدقين كلامه، وبرضه خايفين يصمموا لعبه جديده بنفسهم. وساعتها بيعرفهم ان في ناس كتير عندهم خبره عاليه يقدموا على الشغل، لكنه رفضهم واختار المبتدئين اللي ما عندهمش خبره. اكيد انتوا مستغربين وبتقولوا ليه بعمل كده، فيانج قال عشان مش ده اللي بندور عليه. وكمل باي يعرفهم ان الناس اللي عندها خبره دماغها محدوده، يعني هيفكروا في الحاجات التقليديه والقديمه، لكن اللي على طول بيلعب دماغها تديله افكار اكتر. وابتدى يتكلم عن الموظف هوانج اللي اشتغل لمده 6 شهور في اعمال مكتبيه بس عنده خبره كبيره، وكمان الواد شو جيمر محترف وفاهم في كل الالعاب وهيفيدهم في شغلهم. وقعد بقى يدعم كل واحد واكل بعقلهم حلاوه على الاخر، والكل بقى بيهتف باسمه وباسم الشركه وتحمسوا قوي. ومش بس كده، ده خلى هوانج وشو هم اللي يصنعوا اللعبه ويختاروا كل حاجه فيها وهو مش هيعدل عليهم. وبالفعل بيدخلهم في اوضه الاجتماعات عشان يشرح لهم فكره اللعبه، لكن الاثنين مرعوبين ومش مصدقين اللي هيعملوه. لكن باي شرح لهم ان اللعبه لازم تكون سهله جدا ومناسبه للاعبين المبتدئين. ومش بس كده، ده عايز قصه طويله جدا ومش مجرد معارك لاعب ضد لاعب، لازم تكون طويله كده وفيها معاناه. واخيرا قال لهم الاسلحه اللي لازم يشتروها داخل اللعبه. وطبعا بكده باي متوقع ان اللعبه دي مستحيل تجيب اي مبيعات وهتخسر، لان العيلين دول افكارهم غبيه ومستحيل يعملوا حاجه عدله. لكن ساعتها هوانج رفع ايده وعرفه ان العاب الرمايه لازم يكون فيها لاعيبه جامده واسلحه جديده. لو الموضوع بالسهوله دي الناس هتشتكي ومش هيعجبهم اللعبه، وكمان لو القصه طويله محدش هيهتم يقراها وهيعملوا سكيب على طول. وطبعا باي مبسوط على الاخر لان ده اللي عايزه اساسا. وهوانج كمل وعرفه ان لعبه الاوراق ما كانش فيها اي عمليات شراء داخل اللعبه، فازاي اللعبه اللي بعدها هتجبرهم يشتروا عشان يكسبوا. وكل التحليلات اللي قالها هوانج صحيحه، وهو ده اللي باي عايزه اساسا. فعشان كده ضحك عليه وقال له من واثق فيك انك هتحل
هتحل كل المشاكل دي وتصنع اللي قلت لك عليه. ورفض يسمع اي اعتراضات منهم، وبعدها خلى هوانج هو المشرف الرئيسي للمشروع والافكار، وشو مشرف اللعبه، وقال لهم ان معاهم اسبوع واحد بس يصنعوا اللعبه فيه، وبعدها بقى بيمشيهم. وكان مبسوط على الاخر بيكون المدير ومش هيتعب في حاجه زي كل مره. ولما طلع من مكتبه ما لقاش اي حد في الشركه، وده بسطه اكتر عشان ما حدش بيشتغل ساعات اضافيه. لكن لما ركز لقى شو لسه بيلعب، بس ده بالنسبه له عادي لان الواد ملهوش بيت وبيكمل لعبه في الشركه، فبيودعه وبيمشي. واول لما مشى بيظهر هوانج اللي كان مستخبي تحت المكتب عشان ما يشوفوش، والاتنين قرروا يشتغلوا ساعات اضافيه من غير ما باي يعرف، وده عشان يلحقوا يصنعوا اللعبه في الاسبوع ده. وعلى بالليل كده كان طالع عينهم وهوانج مش لاقي قصه كويسه للعبه، لكن شو قرر يساعده وعرفه ان باي ما بيصرفش كتير على الالعاب، فلازم يوفروا ويصرفوا على المهم وبس، وكمان لازم يفكروا في قصه كويسه. وهوب بيسحبوا وبيطير في الجو، يعني شويه خيال كده كانهم بيفكروا في اللعبه، واللي كانت عباره عن سفينه في نص البحر، وعرفوا ان ده افضل مكان للعب، وده عشان اللعيبه يعرفوا يتخبوا من ضرب النار. وطبعا السؤال المهم بقى هيقتلوا مين، وبيتضح انه هيحطوا زومبي في اللعبه باعداد كبيره ومش هيموتوا غير بالرصاص، واللي صعبها اكتر ان معاهم 4 طلقات بس على العدد المهول ده، فاكيد لازم يهربوا من المكان، وكل شخص هيكون معاه اكتر من سلاح يبدل بينهم، وطبعا لو الرصاص خلص هيتنفخوا، فلازم يهربوا لسطح السفينه. ساعتها هوانج بيسالوا عن القصه هيكتب ايه فيها، فشو عرفوا ان لازم يكون في شخصيه جانبيه مهمه بعيد عن الابطال، وساعتها بتظهر عيله صغيره كده مش بتتكلم، اصل باي مش هيصرف فلوس على كلامها والدبلجه بتاعتها كمان، فعشان كده البت هتتعامل بتعبير الوش، وكمان هتتحرك واللاعبين يجروا وراها للاماكن الصح في اللعبه، وكمان البت هتكون غداره وممكن تغدر بيهم، فلازم اللاعب يحلل سلوكها لانها ممكن تاخدهم لمكان الوحوش اصلا، وممكن كمان تديهم اسلحه مجانيه يقاتلوا بيها. واللاعيبه مش بس هيشتروا الاسلحه، دول ممكن يشتروا طيارات وحاجات تساعدهم يتخطوا مراحل اللعبه. طب والله لعبه جامده وعجبتني. ودي بقى يا صديقي كانت فكرتهم عن اللعبه، وكمان عايزين يطوروها اكتر عشان تعجب باي، وكانوا مفكرين ان اللعبه لما تكون حلوه كده فهتعجبه، ما يعرفوش انه اصلا عايز اعفن لعبه في الكوكب. وقتها هوانج بيقول له طب ايه حوار الاسلحه الجديده اللي قال عليها دي، فالواد عرفه انه يخترع شويه اسلحه جديده كده واسطوريه حرفيا، والاثنين قعدوا اليوم كله يخترعوا ويفكروا لحد ما جه ميعاد الشغل الرسمي وكانوا فاصلين على الاخر. وساعتها بيجي يانج اللي كان جايب فطار لصاحبه واتعصب لما لقى هوانج، قال له انت اشتغلت ساعات اضافيه من ورانا ولا ايه؟ ده انت باي لما يعرف هينفخك. لكن الحمد لله عدت على خير، وكل يوم هوانج بيقعد في الشركه بالليل من غير ما حد يشوفه، وشو عرفه انه مش مضطر كل يوم يجي في السر ويشتغل ساعات اضافيه ببلاش. وطبعا هوانج ما كانش مهتم بالفلوس وعايز يخلص شغله، خاصه ان الوقت اللي باي مديهولهم كل يوم ما ينفعش للتعديلات والتفكير الطويل. المهم بقى بيبداوا شغل، وشو كان بيشرح له الحاجات اللي مش فاهمها في اعدادات اللعبه، وده لان الواد جيمر على قده وعايز افكار اكتر لصناعه قصه كويسه. وبينما هم مندمجين في الشغل فجاه بنلاقي كرسي بيتحرك لوحده، وهوب بيظهر يانج اللي كان بيراقبهم، وبكده اتاكد من شكه انهم بيشتغلوا من ورا باي. تاني يوم بقى في الجامعه اخيرا عمنا المدير اتنازل وقرر يحضر المحاضرات، وكان ماسك تليفونه لحد ما جات له رساله من هوانج اللي عرفوا انهم خلصوا الاطار اللي عامل القصه وعملوا تقرير عن كل حاجه. وطبعا باي اتعصب على اخر من الثلاثه اللي مش راحمين نفسهم دول، طب يقنعهم ازاي انه مش عايزهم يشتغلوا. وقتها يانج عرفوا انه قفش هوانج وشو هما بيشتغلوا ساعات اضافيه بالليل، عشان كده خلصوا شغلهم بسرعه. وطبعا باي اتعصب وعرف ليه دلوقتي بيخلصوا شغلهم بدري، وساعتها كانوا يهربوا من المحاضره عشان يرجعوا الشركه، لكن يانج كمل كلامه وقال انا شفتهم بعيني هما بيلعبوا على اجهزه العاب غريبه. ساعتها بيرجعوا مكانهم، وباي قاعد يفكر في الاثنين اللي هيجيبوا اجله دول. المهم بقى بيفتح التقرير اللي هوانج بعته له ولقاه طويل جدا ومش منظم حتى، فرد وقال له زي الفل، ايه الجمال ده كله يا ابني، كل اللي طلبته موجود، كمل شغل يابا وبالتوفيق. وكمان بيبص ليانج وبيقول له شيلهم من دماغك، دول كحيانين خالص ومفيش منهم اي قلق. بنرجع بقى لهوانج اللي كان مجمع صحابه وبيعرفهم ان باي وافق على التقرير من غير اي تعديلات، فالكل اتبسطوا وبيكملوا شغلهم. واللي مش فاهم حاجه بيروح لشو يجيب له مثال من لعبه معمول عشان يفهم اكتر، والبت لين كانت الدعم المعنوي ليهم. بنرجع بقى لباي اللي كان عايم في ميه البطيخ وكان ظاهر قصاده لوحه البيانات، وبيتضح انه خسر مبلغ كبير جدا ومش فاضل في الشركه غير 200,000 بس، لكنه كان مستغرب ان كل لما الفلوس بتقل في ارباح بتزودهم تاني. وطبعا السبب هو اللعبتين اللي قدام اللي لسه محققين نجاح كبير. ومش بس كده، ده النظام ظهر له خصم منه 22 يوان، وقالوا البسين الحلو ده بيتخصم من فلوسك الشخصيه. فالواد كان هيتجنن ومش عارف هيخلص من الفلوس دي كلها امتى، لحد لما الباب بيخبط وبيتضح ان يانج هو اللي بيخبط. واول لما دخل قال له ده مش هوانج وشو بس اللي بيلعبوا بالليل، ده كل الموظفين بيكملوا ساعات اضافيه وبيلعبوا من ورانا يا كبير. وعلى عكس المتوقع باي كان مبسوط بالحوار ده، قال له يعني كل الموظفين دلوقتي اشتغلوا ساعات اضافيه، انا لازم استغل الحوار ده واصرف عليهم فلوس. ولما لقى يانج مستغرب ورا بيتشل، فطبعا خد دور الضحيه وعرف ان الموظفين بيضحوا بصحتهم ووقتهم لاجل الشركه، فلازم يكافئهم على ده. تاني يوم بقى هوانج جاب له تقارير تانية يراجعها، وطبعا باي ما فهمش اي حاجه، فقال له انا واثق فيك يا عم وفي تصميماتك. وقتها هوانج قال له طيب على الاقل قول لي هنسمي اللعبه ايه. وقبل ما باي يتكلم سمع صوت الدليفري بتاع الاكل، فقال له ناكل الاول بعدها نقرر. وبره كان الواد يانج عامل وليمه للشركه كلها
وقتها، وطبعا ده هيخلي العيال تتخن. فالبت شين عملت لهم جيم في الشركه وجابت لهم مدربين كمان، والوحيد اللي معترض على الدلع ده كله شاكك فيه هو الواد هوانج اللي بيسال لين وبيقول لها انا حاسس ان المدير باي ده مش طبيعي، ده ولا كانه من الخيال، ازاي بيدينا كل المميزات والدلع ده ومش عايزنا نشتغل اكتر من 8 ساعات في اليوم. والبت لين طبعا من عشاق باي وقراراته، فعرفته انه لو ركز في ال8 ساعات مش هيحتاج لساعات اضافيه اصلا، وبينما هم بيرغوا وبيخططوا يشتغلوا ساعات اكتر في السر عشان باي يتبسط منهم. في رساله بتيجي لكل موظفين الشركه بمرتب الشغل الاضافي، وقتها لين بتروح تساله عن الرساله دي، فعرفها ان الشركه مش هتمنع ساعات الشغل الاضافيه وهتخلي مرتبها ضعف ساعات الشغل العادي. وقتها لين بترفض عرضه، فباي كان هيتشل منها ومن الموظفين العبط دول، لكن قدر يسيطر عليها وخلاها توافق وتقنع زمايلها، وبالفعل بتطلع وعرفتهم انه رفض يرجع الفلوس. وقتها شو كان متعصب مش فاهم ليه الشركه مش مدياهم وقت في الاول يعملوا اختبار على الالعاب عشان يعني يمكن اللعبه تفشل في السوق، لكن دلوقتي فاهم ان باي واثق فيهم ومتاكد من قدراتهم، عشان كده لازم ما يغزلهوش ويقدم له احسن شغل. بعدها شو بيدخل لمكتب باي وكان قصاده شويه ورق مكتوب عليهم مشروع قائمه المواد الخاصه بمنصه الالعاب، واللي كتب الكلام ده هو الواد هوانج. وباي بيقول له اقراه وقول لي رايك، ولما شو قرأ ولقى ان اجمالي المصاريف بالتطويرات 670,000، وطبعا ده مبلغ كبير ويكفي، لكن باي عرفه ان ده مبلغ صغير جدا ولازم يزيد عشان يطوروا العاب احسن، وكمان يطوروا اللعبه الجديده بموارد اعلى. ولما شو حاول يعترض انهم مش محتاجين المصاريف دي، باي قال له انت نسيت شغفك في صناعه الالعاب ولا ايه؟ مش كنت عايز تصنع لعبه متكامله ما فيهاش اي غلطه؟ وفعلا شو الفلوس زغللت عينه وقطع ورقه الميزانيه، وبيقرر يصرف ويدلع الشغل على الاخر. ومش بس كده، ده بدل ما يأجروا الخوادم من الموقع فدلوقتي هيشتروها، وده عجب باي جدا عشان لقى طريقه جديده يضيع بيها الفلوس، لكن لما حسبها لقى الفلوس اللي معاه مش هتكفي اصلا، فقال له هنشتريها بعد ما اللعبه دي تجيب فلوس كويسه. المهم بقى ما تنساش حلمك وتخلي الفلوس تعطلك، انا عايزك مبدع على طول. نروح بعدها لسيد دي اللي كان بيتكلم في التليفون مع واحد، وبيتضح انه مدير الاستوديو اللي عرف ان كل الخطط بتاعتهم ماشيه كويس وهيساعده يهزم باي وشركته، لكن ليه قال له ما تقلقش انا عارف هخلص منه ازاي، ما في الاخر كلكم شويه جيمر ما يكونش في الاكشن والحركات، انا هعلمه بقى ازاي يتحداني. وبعدها بيقفل في وشه، وساعتها السكرتير عرفه ان كل الموظفين في شركه تندا ما عندهمش خبره كبيره واغلبهم مبتدئين، مفيش بس غير السكرتيره اللي عدله فيهم، لكن ليه كان متعصب وبيزعق له بيقول له لازم كلهم يسيبوا الشركه دي، لازم نصادهم كلهم وما نسيبش واحد حتى في شركته، كلهم لازم يكونوا ملك انا وبس. بنروح بعدها للواد شو اللي كان بيفكر في شخصيات اللعبه، كان عايز يصنعهم شبه شخصيات لعبه بابجي كده، لكن ساعتها هوانج بيفصله وبيقول له انت لسه ما خلصتش تفكير، في كذا موظف عايزين موافقتك على المستندات. وبيتضح ان شو ما كانش بيركز وما خدش باله ان كل الموظفين بيبصوا له وبينادوا عليه، وكان غرقان مع فيديوهات الالعاب والتحليلات عشان يصنع لعبه كويسه، وعرفهم انهم لازم يعملوا تعديلات اكبر عشان تكون احسن لعبه شوتر ومغامرات، وما كانش عارف هيعمل ده ازاي. فبتجي له واحده من الموظفين بتقول له انا بعت لك تفاصيل الرسومات اللي عايزينها في اللعبه، فازاي بقالك 3 ايام ما بعتهاش لاي رسام؟ وبقى الموظفين بيجوا يتخانقوا معاه، وده عشان متاخر في التصميمات وكل حاجه رئيسيه في اللعبه، حتى شخصيه البت الصغيره لسه ما فكرش دورها ايه بالظبط وهيصنعوها ازاي، وطبعا كلهم بيتلموا عليه وبيطالبوه بالمهمات لانه المطور الرئيسي. فساعتها الواد انفجر فيهم من كميه الضغط، قال لهم انا مش هقدر اكون المطور الرئيسي، انا هبوظ المشروع وهتسبب في افلاس الشركه. وقتها هوانج بيسحبه وبيقول له انت ساعدتني كتير وجه الوقت اني اساعدك، وبيبدا يدي لكل واحد مهمته وبيطلب منهم يعدلوا على الشخصيات بشكل اخير عشان هيبعتهم للرسام، وبيطلب من واحده تبعت له كل الرسامين اللي سعرهم غالي وشغلهم كويس، وحتى الزومبا هيشتروا اطارات جاهز عشان يركزوا اكتر على صناعه الاسلحه، وابتدى يدي لكل واحد المهمه اللي هيقوم بيها، وفعلا كل الموظفين بيسمعوا كلامه وبيروحوا يشتغلوا، لكن فجاه كل التليفونات بترن في وقت واحد. وتاني يوم كده خلينا نروح للجامعه، ولاول مره الدكتور قرر ينادي على الاسماء اللي حاضره وبياخد الغياب، وكمان عشان يتعرف عليهم بما ان الامتحانات قربت. واول واحد نادى عليه كان باي، قال له انا ملاحظ انك بتغيب من كل المحاضرات الا محاضرتي، واعتقد عشان انا كويس قوي وهفيدك قدام. وبينادي بعدها على يانج اللي ما كانش موجود فبيحطه في الغياب، وطبعا بما ان باي رجع بالزمن فكان فاكر الدكتور ده كويس وعارف نواياه الحقيقيه. بعدها يانج بيرن عليه فبيقول له انت فين يا ابني، لكنه بيقول له هو مرعوب انا عندي اخبار وحشه جدا، في شركه قررت تشتري كل الموظفين اللي عندنا وتوظفهم بمرتبات عاليه. وقتها باي بيترعب وبيجري حرفيا من المحاضره عشان يلحق المصيبه دي. وبعد شويه كان في الشركه ويانج بيستقبله بالاخبار المنيله، وباي متعصب على الاخر وعايز يدخل الشركه، ويا ريته ما دخل، ده ما لقاش اي حد هناك، وحتى شو المتوحد سابه هو كمان. وبيتضح ان امبارح لما المكالمه جات لهم بعرض مغري كلهم رموا الاوراق وجريوا على الشركه الجديده، وكمان خربوا الشركه قبل ما يمشوا، وطبعا دي مصيبه لباي لانه ما يعرفش حتى هيكمل اللعبه ازاي ولا وصلوا لايه، ويانج لازق فيه وبيحاول يهديه بدل ما الجدع يتغلط، وفي الحقيقه باي كان عايز يديهم مكافاه نهايه الخدمه ويخسر فلوس كمان. الله يخرب بيتك يا اخي. لكن ساعتها هوب لقى الموظفين كلهم
كلهم قصاده، وهوانج وشين عرفوه ان استوديو فاير اتصل عليهم كلهم عشان عرض الشغل ده، لكن كل الموظفين رفضوا العرض وما اهتموش حتى يسمعوه. وطبعا يانج اتصدم انهم رفضوا عرض من استوديو فاير، ده من اقوى الشركات اللي ماسكه سوق الالعاب ومرتباتهم عاليه جدا. لكن هوانج قال له اغلبنا اشتغل في شركات كتيره لكن محدش قدرنا ولا اهتم بينا زيكم. وكل الموظفين عرفوا انهم مبسوطين بالشغل وبيئه العمل المريحه دي، ومبسوطين بالمرتبات وكل حاجه في الشركه. لكن يانج برضه مصدوم، حد يرفض عرض شغل لاسطوره الصناعه كلها، لكنهم عرفوا ان الاسطوره الحقيقيه بالنسبه لهم هو عمنا باي العظيم والكريم اللي مفيش منه اتنين. ساعتها باي بيقول لهم لما انا كويس كده خربتوا لي الشركه ليه طيب؟ وايه المزبله اللي عاملينها دي وكنتوا مختفيين فين؟ وقتها هوانج قال له اصلنا كنا متحمسين بعد ما اخيرا خلصنا صناعه اللعبه فروحنا كلنا نجربها على الشاشه الكبيره، وبيتحرك بعدها يوضب الدنيا وباقي الموظفين بيصلحوا الكركبه اللي عملوها. لكن باي لسه مستوعب وقال لهم نعم لعبتين اللي خلصت، فبياخدوه للاوضه عشان يشوف قصه اللعبه. والواد كان مصدوم على الاخر، مش مصدق ان الموظفين الكحيانين عملوا النتيجه دي. ومش بس كده، دول مخلصينها قبل ميعادها عشان يقدروا يعملوا التعديلات اللي باي عايزها، وباي اصلا عايز يطردهم عشان بوظوا له خطته. فبيقوم وفضل يتمشى والموظفين مش فاهمين حاجه، بينما باي بيفكر ازاي هيعطلهم وما يخليهمش يختبروا اللعبه ولا يعرفوا الاخطاء اللي فيها، لحد ما جات له فكره بناء الفريق ومن خلالها هيخسر فلوس اكتر وهيعطلهم. فبيقول لهم بما انكم خلصتوا فقررت احتفل بيكم. وساعتها الباب بيتفتح وشين بتقول له في شخص عايز يقابلك، وبيتضح انه العجوز اللي شغال في شركه السيد ليه. واول لما الموظفين شافوه بيتعصبوا جدا وباي مش فاهم اي حاجه. وقتها هوانج بيروح يفهمه انه شغال شريك في الاستوديو وجاي يصطادهم ويقنعهم بعرض الشغل، وعلى عكس المتوقع باي بيرحب بيه، والعجوز بيقول له لو هم مش موافقين فممكن نصطادك انت شخصيا ونشغلك معانا، انا اصلا مبهور بنظام شغلك وممكن اسيب شركتي واشتغل معاك. وباي ما كانش فاهم ايه اللي مدخل الشركتين في بعض، وكمان عايزين يسرقوا موظفينه. ايه اللي يخلي شركه كابيتال وفاير يحاولوا يسرقوا موظفينه؟ ده المفروض يعني شركته كحيانه ولسه بتقول يا هادي. والحقيقه ان العجوز مش طايق الشركتين وجاي مغصوب اساسا، فقال له يا باشا ده صاحب الشركه مش طايقك وما اكتفاش بانه يسرق موظفينك، ده اول لما بتنزل اللعبه بيعمل حمله مخصوص عليها، وده عشان ينشر تعليقات سلبيه ويوقع الريتش عندك، يعني بالمختصر كده حطك في دماغه. وطبعا باي لو يقدر كان هيشكر صاحب الشركه، لكن لما لقى نظرات الموظفين اضطر يبعد عن الراجل. وبيعرفوا ان شركه تندا متخصصه في الالعاب ومش عايزين منافسات ولا عداوه مع حد. بعدها بقى الموظفين بيدخلوا الجيم وقاعدين يفكروا في باي اللي عايز ياخدهم يفسحهم بعيد عن دوشه الشركه، وكمان ما قالهمش على المكان اللي هيروحوه. ولما سالوا لين عرفتهم ان باي مش هيجبرهم على حاجه، بس لو بايديها تختار المكان يبقى تروح لاستوديو فاير، وده عشان تعرفهم ان موظفين شركه تندا بيحبوا شغلهم بجد ومستحيل يسيبوه لاي سبب، وهيفضلوا مع باي تحت اي ظرف. وساعتها بيظهر من وراها باي وبيقول لها انا موافق اوديكوا الشركه. وطبعا لين اتصدمت انه سامحها وكمان وافق على كلامها. وفي الحقيقه اصلا باي كان عايزهم يفكروا في عرض الشغل لما يشوفوا منظر الاستوديو العالمي اللي رفضوا يشتغلوا فيه. ومش بس كده، ده قال لهم ميزانيه الخروجه دي 450,000 فاصرفوا زي ما انتوا عايزين، وبياخدهم بعدها المطعم وبيعزمهم على اغلى الاكلات، وقال لهم كله كويس وبعدين نروح للاستوديو، والموضوع مش اجباري يعني، وقت ما تكونوا عايزين تروحوا قولوا لي انا عايز بس نقضي فتره لطيفه سوا. وطبعا العيال هيتجننوا من كرم الجدع اللي مغرقهم فلوس. لو مش بيسكت على كده، ده قرر يودوهم اغلى فندق في البلد، لكن شين بتعرفوا ان الفندق ده الليله فيه ب 150,000، وطبعا بقى مش هينفع يبالغ اكتر من كده عشان لو النظام رفض يدفع هيلبس هو في الحساب. بعدها بيقول لي يانج لما نوصل الاستوديو يبقى اسالهم عن الاخطاء اللي وقعوا فيها وتسببت في خسارتهم فلوس كتيره عشان ابقى اعملها، قصدي ما اعملهاش. وفعلا يانج بيصدقه وقال له عينيا ما تقلقش. وتاني يوم السكرتيره بتبلغ مدير الشركه اللي استغرب من وجودهم. لا ومش بس كده، دول عايزين يعرفوا معلومات عن شركتهم ونجاحاتهم. وطبعا المدير اتصدم من كلامها ده، غير ان شركه فاير متخصصه اكتر في العاب ضرب النار والرمايه على عكس شركه تندا اللي بتعمل العاب هاديه. وقتها السكرتيره قالت له يمكن جايين يسرقوا مننا موظفين كويسين زي ما كنا هنعمل معاهم، بس المدير كان مطمن، بيقول باي ساذج ومستحيل يفكر في حاجه زي كده، فبيوافق يقابلهم. وبره باي وموظفينه واقفين مصدومين من المبنى مش مصدقين ان في شركه بالحجم ده. بعدها بتظهر السكرتيره عشان تدخلهم المكان، واول لما دخلوا اتصدموا من شكل الشركه والتفاصيل بتاعتها، واللي كان فيها جنينه كبيره بيصوروا فيها الابطال وكمان موقف كبير للعربيات. فباي بيفكر انه لو قرر يعمل شركته بالمنظر ده فهيحتاج له على الاقل 10 مليون ولا حاجه. المهم بقى بيدخلوا الشركه وبيشوفوا الموظفين وهم شغالين، بينما باي بيروح يقابل المدير، والاتنين بيرحبوا ببعض وهم مش عارفين اسم بعض اساسا لولا السكرتيره اللي عرفتهم على بعض وان المدير اسمه تشو اللي كان مصدوم من البدله اللي باي لابسها. بيقول دي متصممه له مخصوص وسعرها غالي جدا، باين عليه كده شخص غني بزياده وشايف نفسه. وباي اصلا ما كانش عارف هيتعشى ايه النهارده، والاتنين ماسكين ايد بعض والسلام مش راضي يخلص، كل واحد عمال يحلل في شخصيه التاني عشان يستغله.
لحد ما السكرتيره بتفوقهم بتقول له موظفين شركه باي عايزين يعملوا زياره لشركتنا، فانا هروح معاهم على ما تخلصوا اللي بتعملوه ده. وبالفعل سابتهم ومشيت. فتشو بيقول له مش عايز تتفرج انت كمان، لكن باي قال له مفيش داعي، لما شفت شركتك عرفت قد ايه انتوا اغنياء. وتشو قعد يتفاخر بشركته اللي صرف وكلف عليها وجاب اغلى الموارد، في نفس الوقت اللي الموظفين بيدخلوا الباي بيعرفوا ان الشركه ما عجبتهمش وان شركته احلى بكتير. بيقولوا له ان الشركه كحيانه واجهزتها قديمه وحتى الاستراحه عندهم ما فيهاش حاجه كويسه، وكل ده قاعدين يشتموا في الشركه وهم مش واخدين بالهم من عمنا تشو. وباي بيحاول يسكتهم وبيشاور لهم على تشو اللي قرب يتشل منهم، وساعتها اخيرا خدوا بالهم وسكتوا. وباي كان في قمه احراجه لحد لما تشو بيقرب منهم وبيتصدم لما لقى لين ضمن الموظفين. فتشو مسكها تريقه، قال لها بقى قدمت استقالتك من شركه كبيره زي فاير ورايحه شركه صغيره زي دي. وبيفتح الباب ينادي على كل الموظفين بيقول لهم ايه رايكم نعمل اجتماع للشركات، تعالوا كلكم لاوضه الاجتماعات حالا. وبالفعل موظفين الشركتين بيتجمعوا كلهم، واول واحد بيتكلم كان يانج اللي قال له ايه رايك في الموظفين اللي بيشتغلوا ساعات اضافيه يوم السبت. فتشو استغرب وقال له اشمعنى يوم السبت، ما هو يوم شغل عادي زي اي يوم. وقتها وانج بيتوتر وعرفه ان في شركات بتشتغل 12 ساعه كل يوم على مدار الاسبوع، وده عشان يخلصوا شغلهم بشكل اسرع. وفي ناس تانية ساعات شغلها مش كتيره فبيشتغلوا ساعات اضافيه. بس يانج ما اهتمش وسال تشو من تاني، قال له اكيد بتدي اجر كبير للي بيشتغل ساعات اضافيه. وزي ما يكون قال له حاجه غريبه. الموظفين قعدوا يقولوا اجر للساعات الاضافيه، هو في حاجه اسمها كده اصلا؟ فتشو توتر وقال له مفيش اجر اضافي في شركات صناعه الالعاب. ساعتها باي بيغمز يانج من تحت الترابيزه بيقول له انا قلت لك اساله مش هحرجه يا غبي. لكن يانج اصلا مش مصدق النتانه دي، وتشو مش عارف ينطق من الاحراج لحد ما السكرتيره لحقته وطلبت من الموظفين يرحبوا بموظفين تندا. وبعدها اتكلمت بغرور وقالت لهم طبعا شركتنا مش محتاجه تعريف، احنا العابنا من اشهر الالعاب في السوق. صحيح بالمناسبه. وبتروح ناحيه لين وبتقول لها انت ما استقلتيش من نفسك، انت اصلا كنت في قائمه الموظفين اللي هيتم الاستغناء عنهم، يعني المدير تشو كان لسه هيبلغك بس هي جت منك الاول. وقتها الموظفين بيضحكوا عليها والبت مش عارفه تنطق. فالسكرتيره بتكمل وبتقول لها كويس انك لقيت الشركه تقبل بيكي، انت بخبرتك ومهاراتك اخرك تشتغلي في الشركات الصغيره دي. لكن ساعتها باي بيتكلم وعرفهم انه فخور بوجود لين في شركته، وبيطلب منها كمان تشرح لهم الاتجاه الابداعي لشركه تندا. وفعلا صحابها بيشجعوها، فبتطلع تشرح لهم على الاتجاه الاساسي لشركتهم في صناعه الالعاب، واللي كلها طبعا بقياده السيد لي، هو المبدع الاساسي في الشركه. وابتدت تعرفهم قد ايه العابهم مفيده للناس وبتغير شخصياتهم للاحسن، وقعدت تهبد عن افكار العاب مش موجوده اساسا. وباي ما كانش فاهم هي بتتكلم عن ايه، لكن تشو كان هيتشل من كلامها عن باي والعابه. البنت شايفاه مش مجرد مطور العاب عادي، ده مدير بجد وبيقدر موظفينه. وبعد ما خلصت كلامها الكل بيسقف لباي اللي ما يعرفش حاجه من اللي قالته اساسا. وبعدها البنت بتروح تقعد مكانها بكل فخر، وبعدها بيجي دور تشو عشان يقدم لهم تقرير عن شركته، لكن بدل ما يقعد يرغي كتير هيشرح لهم عن لعبتهم الجديده اللي اسمها خطه الهجوم. وطبعا السكرتيره بتمنعه بسرعه لان اللعبه سريه وما ينفعش يوريها لحد قبل ما تنزل السوق، ازاي عايز توريها لشركه منافسه لينا؟ لكن تشو كان مطمن على الاخر بما ان اللعبه خلال اسبوعين ولا حاجه هتنزل السوق، فمستحيل يعملوا زيها. وكمان عارف انهم بالفعل بيصنعوا لعبه ضرب نار بس للمبتدئين، فمستحيل ينفذوا افكاره. وواثق في السيد باي انه مش هيقلد حد، وفي الحقيقه باي ما كانش مهتم اصلا وقاعد يرسم. فالموظفين بيسقفوا لتشو عشان يبدا العرض ويخلصنا. وبالفعل اللعبه بتبدا ومن اولها كانت جامده وواقعيه جدا، ده حتى الاسلحه اللي فيها واقعيه ومناسبه للكل وفيها مهارات كتيره. وطبعا هوانج اول لما شاف اللعبه اتصدم لان كده لعبتهم ولا حاجه قصاد الجمدان ده. وتشو ما اكتفاش بكده، ده مخلي لعبته تنزيلها مجاني والدفع جوه اللعبه بس، وده طبعا لما يشتروا الاسلحه. وكمان خلوا السحب في اللعبه يبدا من 80 يوان، ودي بقى كانت القضيه لهوانج. لكن لما بص الباي لقاه مبتسم وعمال يضحك فافتكرها ابتسامه سكه ولا حاجه. بس باي كان فرحان ان في لعبه جامده زي دي هتنافس لعبته وتخلص عليها. المهم تشو بيخلص شرحه والكل بيسقف له، وكان متوقع دلوقتي ان موظفين باي مرعوبين منه وعايزين يشتغلوا عنده من العظمه دي. بس هوانج كان شايف ان باي مش هيسكت واكيد الابتسامه دي وراها حاجه كبيره. وبعد كام يوم الموظفين كانوا بيكملوا شغلهم عادي لحد ما شين دخل لهم وعرفهم ان باي بيشكرهم على تعبهم الفتره اللي فاتت، وعشان كده بيدوهم اجازه 10 ايام مدفوعه الاجر. وطبعا الموظفين بيفرحوا على الاخر ما عدا هوانج اللي عرفهم ان باي صرف وكلف كتير على لعبته، لكن اللعبه مستحيل تنجح قدام اللعبه الثانيه، فعشان كده هيرفضوا الاجازه ويكملوا شغلهم عشان اللعبه تنجح. والكل بقى قاعد يتكلم انه لازم يساعد باي وان دي احسن شركه وبتاع فلازم تفوز وتكسح الكل. بعدها بقى بنروح لتشو اللي جات له مكالمه من لي، واللي كان متعصب لما عرف ان شركه تندا زارتهم وكمان شافت اللعبه الجديده. وتشو زي الكتكوت المبلول مش قادر يفتح بقه، فليه عرفوا ان باي مش سهل، عشان كده حاطط معاه تنزيل لعبته في نفس يوم لعبتنا، واللي اكيد انه هيسرق فكرتنا ولعبتنا هتخسر. لكن اخيرا تشو بينطق وعرفوا ان شركته اشهر بكتير من تندا وليهم مستخدمين بيحبوهم، وعشان كده مستحيل لعبتهم الجديده هتخسر وهتحقق مبيعات اكتر بكتير. وبنروح بعدها لشركه تندا والكل بيشتغل بكل حماس لحد ما هوانج بيروح لشو يساله عن رايه في القصه بعد التعديلات اللي عملوها.
يحلوها. فشو عرفوا ان المشكله الرئيسيه هي رده الفعل وقت ضرب النار، وكذا مشكله تانية وقت الهجوم. وقبل ما هوانج يعترض، البت لين قالت له لازم تقبل كل التعديلات عشان شركتنا تفوز. وفعلا الواد بيروح يكمل تعديلاته للمره المليون. وفجاه باي بيرن على شين وبيسالها ان كل الموظفين اخدوا اجازه ولا لا. وقتها كل الموظفين بيسكتوا تماما، وحتى الشبابيك بيقفلوها عشان الصوت. وشين طمنته ان كل حاجه زي الفل، فعرفها ان هو كمان هيغيب اسبوع عشان عنده امتحانات، فلازم تظبط الدنيا مكانه. وبعد ما قفلت معاه كل واحد بيرجع لشغله، خاصه شغل كل شويه يجرب اللعبه ويشوف الاخطاء عشان يصلحوها. وبعد اسبوع كده كان باي خلص امتحاناته واللعبه كمان خلصت، فبيرجع الشركه وبيكلم النظام عشان يوري له الارباح. وبيتضح انه خسر كتير ومش فاضل له في النظام غير 360,000. وطبعا كل ده بيرجع لحسابه الشخصي، فكان مبسوط على الاخر. وبيرن على شين وطلب منها تجهز له خروجه جامده للموظفين، وبيقول لها ان الميزانيه تكون 360,000 عشان تكون جامده. وبالفعل بعد فتره بياخدوا الموظفين للسينما وبيروق عليهم، لكن ساعتها شاشه الفيلم بتتغير وبيظهر فيديو للموظفين وهم بيرحبوا بيه. وكل ده بقياده هوانج اللي عرفوا انهم خلصوا كل تعديلات لعبتهم، وكمان جاهزين ينزلوها قبل لعبه خطه الهجوم بيوم. وعلى عكس فرحه الموظفين، باي كان مصدوم ومتعصب جدا. عرفهم انهم مش هينزلوها قبل ميعادها نهائي، فالنظام عرفوا ان طالما اللعبه خلصت فلازم تنزل، لكنه ما اهتمش وعرف الموظفين انهم لازم يحتفلوا الاول. وبعدها خدهم وعزمهم على شويه اكل كده، وبيسال شينهم ازاي خلصوا اللعبه، مش كانوا واخدين اجازه دول. فيانج عرفوا ان الموظفين استغنوا عن الاجازه وكملوا شغل في اللعبه. وطبعا باي يتعصب جدا وبيقرر يخلي الموظفين يشربوا ويجيبوا اخرهم، وده عشان ما يركزوش في الشغل. وبيقرر يعزمهم بكره تاني عشان يمنعهم ينزلوا اللعبه قبل ميعادها. وبعدها بيومين لين بتروح الشركه وهي مرعوبه، بتقول لهم ايه اللي حصل وليه ما نزلتوش اللعبه امبارح. فعرفونا محدش يقدر ينزلها بسبب عزومات باي اللي ما بتخلصش، فاضطروا ينزلوها النهارده. فلين راحت تشوف البيانات بتاعتها واتصدمت لما لقت ان محدش نزلها خالص، وبتستغرب ان باي ما عملش دعايه للعبه. فوانج قال لها ما ده اللي مضايقني، اللعبه حتى لو معفنه لازم يتعمل لها دعايه. مش فاهم باي بيفكر ازاي. فوانج قرر يساعده وبيروح يطلب فلوس من شين كميزانيه جديده للعبه، وهيخليها باكتر من اصدار مناسب لكل شخص. يعني هيعملوها 3 اصدارات من اللعبه. اول اصدار ده اللي نزل بالفعل، والاصدار الثاني هيكون متطور اكتر. ومش بس كده، دول كمان هيشتغلوا على الاصدار الثالث عشان يجمعوا اكتر عدد من اللاعبين. وكمان شو قال لها في مجموعه اشخاص محتاجين نشتريهم، وده عشان يجربوا الاصدارات دي ويقولوا لنا رايهم فيها. لكن شين عرفتهم ان باي ما سابش اي ميزانيه للفكره دي، فمش هتقدر تصرف من نفسها. وقتها شو قال لها خلاص هندفع من فلوسنا عشان اللعبه تنجح. فلين قالت لهم سيبوا لي الحوار ده وانا هظبطه. المهم بقى قعدت مع هوانج وشو وعرفتهم انها تكلم الجيمر تشين، وده يا معلم محتواه كله عن العاب ضرب النار ومشهور جدا في محتوى الالعاب. والبت لين بعتت له لعبه ابار النفط عشان يلعبها ويقول رايه فيها. تاني يوم بنروح لتشين اللي كان بيدور على لعبه جديده وكويسه، لحد ما وقعت قدامه لعبه الابار والصدمه ان سعرها 888 يوان. وطبعا ده سعر عالي جدا ومبالغ فيه، ودي من ضمن افكار باي عشان لو حتى اللعبه اتشهرت محدش يعرف يشتريها. لكن واحد زي تشين السعر استفزه واشتراها بالفعل. بعدها بيشغلها واللعبه بتبدا على سفينه والواد مش فاهم حاجه، لحد ما لقى حد بيرمي له عصايه كده، فبيروح ياخدها بسرعه. وبتظهر له بعدها البت اللي كانت بتتكلم بلغه الاشاره، وطبعا الواد مش فاهمها، لكنه لقى معاها حتتين شوكولاته وشكلهم كده بتوعها. وفجاه الزومبي بيهجم عليها، فتشين بيبص حواليه ولقى بندقيه كده، فبيمسكها وبيضرب على الزومبي وبيخلص عليه. وساعتها البت جت تشكره، فعرف ان دوره ينقذ البت دي ويخرجوا من السفينه. بعدها لقى عدد كبير من الزومبي قصاده، فالبت ادته بندقيه جديده، فساعتها فضل يضرب فيهم بكل سهوله وكان عاجبه اللعب جدا. المهم بقى بيكمل طريقه لحد ما وصل البيت اللي كانت واقفه قصاد الاسانسير وقاعده تعيط، وده معناه انها مش بتتحرك وهي جعانه. فبيطلع لها حته الشوكولاته اللي كانت معاه، واول لما كلتها بتروح تكتب كلمه السر بتاعت الاسانسير. وفي اللحظه دي الزومبي بيهجموا من تاني، فتشين قعد يضرب عليهم لحد ما دخلوا الاسانسير، لكن في واحد من الزومبي دخل معاهم. وساعتها المعركه بدات والزومبي بيجرحوا في دراعه، لكن البت بتبعده وبسحر الشفاء بتشفي له الجرح. وقتها تشين بيقوم وبينزل ضربه في الزومبي وبيطلع العصايه وبيخلص عليه. وتاني يوم بيروح لشركة تندا وهو مبسوط على اخر من اللعبة، وما كانش حد مصدق ان تشين بنفسه موجود في شركتهم، والصحافة كمان جم معاه عشان يصوروه. بعدها بيدخل للثلاثي المرح وبيقول لهم قد ايه اللعبة ممتازة ومختلفة عن كل الالعاب اللي لعبها، وبيتضح انه اليوم كله فضل يلعبها عشان يخرجوا من المركب اللي كان بيتحرق وتسلقوا البرج الاعلى عشان يبعتوا اشارة للطيار. وقعد يشكر في اللعبة والثلاثة محرجين من كلامه، خاصة لما المعجبين يتلموا حواليه، بس ما اهتمش بيهم وكمل كلام مع الثلاثة عن جمدان اللعبة. وكمان بيقول لهم ان عايز نسخة مجانية من لعبة العربيات. ولما لين عرضت عليه انها كمان هتديله السلاح الاسطوري جوه لعبه الابار، رفض وعرفها انه اشتراه اساسا. واكتر حاجه عجباه في اللعبه هي عمليات الشراء اللي فيها، واللي كانت فكره باي اللي عمل سلاح غالي جدا ب 888 يوان. وكمان برضه كان في اسلحه مجانيه جوه اللعبه. ومش بس كده، ده تشين هيعمل لايف مخصوص ويتكلم فيه عن اللعبه عشان الناس كلها تشتريها. بنسيبهم بقى ونروح لباي اللي كان في المحاضره ومش همه اي حاجه تخص الشركه، حتى لما ينجي قال له يبص على البيانات لانها وحشه جدا. وطبعا باي كان عارف ومبسوط من ده، وعشان كده ما راحش الشركه بدل ما يطلبوا
منه يعمل ترويج للعبه، بس يانج قال له لازم تروح الشركه ضروري وتتابع اللي بيحصل. فباي قال له ماله، وكان قاعد يضحك ومبسوط من فشل اللعبه، لحد ما يانج نكد عليه وقال له اكيد لازم تتبسط، اللعبه اول يومين كانت وحشه لكن دلوقتي البيانات اتعدلت والتنزيلات زادت جدا. يا نهار ازرق، فقام بسرعه يجري عشان يلحق الكارثه دي. ولما وصل الشركه الكل كان متوتر وما لاحظوش انه دخل اصلا، لكن في اتنين بيرحبوا بيه، فساعتها الكل بيفوق وبيبداوا يسقفوا له وهم فرحانين، والواد مش فاهم حاجه فبيطلب تقرير مفصل من هوانج، ومن خلاله عرف ان لين لقيت لاعب محترف وخلته يروج للعبه. وطبعا باي كان مفكر ان اللعبه تافهه وفاشله زي ما توقعها، ما يعرفش انهم عملوا رسومات جامده وظبطوها، بينما باقي الموظفين كانوا مفكرينه فرحان وواثق من نفسه، عشان كده ما بقاش عليه اي استغراب لما عرف ان اللعبه اتشهرت. وبعد شويه باي بيطلع لهم وكان باين عليه الشلل وما اتكلمش خالص لحد ما طلع للسطح، كان مصدوم على الاخر بعد ما قرأ التعليقات وعرف اللي الموظفين عملوه. دول خلوا تنزيل اللعبه مجانيه واغلى سلاح هو السلاح الاسطوري اللي لوحده جاب ارباح 400,000. وطبعا باي ما يقدرش يفتح بقه لانه زي المغفى كان بيوافق على اي تعديلات وسمح لهم يعملوا اللي هم عايزينه، وبينما هو بيصيح وكان قرب ينتحر بتطلع لينه وبتهديه وعرفته انها تحل اي مشكله مضايقاه. قالت له انت بتضايق عشان لعبتنا حرفيا خلصت على لعبه خط الهجوم وحققت شعبيه اكتر منها بكتير، فانت زعلان عليهم ولا زعلان عشان السيرفر اللي عملناه بيشيل حوالي 100,000 لاعب بس؟ وطبعا باي كل ما البت بتنطق كلمه بيتضايق اكتر، لكن لين كانت مفكراه قلقان من النجاح فعرفته انه كلهم معاه وهيساعدوه. وساعتها بتجيله فكره، طالما ما بقاش لوحده اللي مضطر يصرف الفلوس دي ومعاه دلوقتي موظفين كتير هيصرفوا معاه الفلوس اللي هيكسبها، وعشان كده قرر يعمل اي حاجه عشان يخسر كل الفلوس اللي معاه وترجع لحسابه الشخصي. بعد شويه كان قاعد وقصاده صوره النظام عمال يفكر في نظام الثروه، خاصه بعد ما لعبته نجحت ويمكن كمان اكتر من اللعبتين اللي عملهم، ولسه الفلوس هتزيد اكتر ومش هيعرف يخلي اللعبه تخلص. وغير كده كمان معاه حوالي 600,000 حاليا، فلازم يفكر هيخسرهم ازاي عشان يروح لحسابه الشخصي. فبينادي على النظام وبيعرفه انه عايز يعمل تجديدات على لعبه العربيات ولعبه الابار، وفعلا النظام بيقدم له طلب بالتجديد وانه ياخد مهل عشان يصرف الفلوس دي، لكن التجديدات دي هتفتح له حساب جديد يعني فلوس اكتر من ال 600,000 اللي معاه. وقتها باي بيترعب وبيقول له لا مش عايز عنهم ما تجددوا، طب عايز اعزم الموظفين على عشاء كبير دول تعبوا برضه، لكن النظام رفض مش كل شويه تعزمهم يعني. وقتها باي بيقول له طب هديهم نص ارباح اللعبه كمكافاه، لكن برضه النظام رفض. بعدها قعد يفكر وقال له طب عايز اديهم حوافز، وقتها النظام بيوافق على طلبه، بس باي كان عايز يدي لكل موظف 20,000 شهريا، وطبعا النظام رفض. وفضل على كده لاخر اليوم لحد ما كل اللي في الشركه مشيوا ما عدا شين اللي قالت له حضرتك اتاخرت النهارده وعايز اقفل الشركه، لكن باي عرفها انه مطول وممكن تمشي هي احسن، لكنها رفضت وقالت له لا هنمشي سوا، انا بره لو عوزت حاجه عرفني. فبيقول لها ما تعرفش حاجه تخليني اقدر انقل فلوس الشركه لحساب الشخصي، فالبت اتعصبت وعرفته ان ده مش قانوني، لكن لما قال لها ده انا عايز احول ارباح المكافآت للموظفين وده عشان اكافئهم على اللي عملوه عشاني، فساعتها البت عملت لهم كوبايتين شاي وقعدت معاه، وباي عرفها انه عايز يوزع مكافآت لكن الطلب ده اترفض، ويا ريت ما تساليش مين اللي رفض. فالبت قالت له في العاده تقدر تحول 15% من صافي الربح للموظفين كمكافاه، وممكن كمان تزود المرتبات للكل. فباي جاب ورقه وقلم وبقى بيكتب وراها وبيسالها طب لو عايز اعمل زي حساب سداد كده يسحبوا منه براحتهم، فعرفته ان النظام الموجود دلوقتي متخصص للاعمال الرسميه للشركه بس زي التحديثات ومشاكل الالعاب، لكن باي عايز يوسع الدنيا ويخلي المبلغ ده لاي حاجه، فقالت له ممكن توزع هدايا في الاعياد زي مثلا تدي اجازه مرضيه مدفوعه وهكذا، ساعتها ممكن كل واحد ياخد له 35,000. فباي قال لها وايه كمان، فقالت له ممكن تعمل بطاقات تسوق لكل واحد بقيمه 1000 يوان يوميا. وطبعا باي فرح على الاخر وقال لها انت نعمه في حياتي، ايه بيفكرين اتجوزك قريب. وتاني يوم باي كان نايم في الشركه وصحى بسبب شين اللي عملته تقرير كبير قد كده بالمصاريف اللي الشركه عايزاها، وطبعا الواد هيطفح له النظام عشان يخصم منه من غير ما يفتح بقه، وبالفعل النظام قاعد يحسب وراه من غير ما يعترض لان كل اللي مكتوب معقول. بعدها بيجيب كل الموظفين للمول التجاري وقال لهم معاكم بطاقات فيها 1000 يوان، مش هنتحرك من هنا غير لما ال1000 اللي مع كل واحد يخلصوا. ومش بس كده، ده معاهم بطاقات بمبلغ 35,000 شهريا يسحبوا منها براحتهم مع بطاقات التسوق. ساعتها باي عرفهم ان البطاقات دي كمان يقدروا يشحنوا بها الالعاب والدفع الاونلاين، وطبعا العيال ما صدقوا وقعدوا يشتروا، والواد بيحسب الوقت لان الفلوس هتتقفل عليهم بعد ساعتين، والكل كان بيصرف ما عدا خماسي المشاكل اللي هيجيبوا اجله دول ما كانوش صرفوا اي حاجه لحد دلوقتي، وده لانهم مش مهتمين باللبس والحاجات التافهه دي. فقرر ياخدهم لمكان متخصص في الالكترونيات، وطبعا قدر يزغلل عينهم، والواد بوانج عجب اللابتوب كده ب 8000 وفضل واقف قصاده. فباي قال له اشتريه انت معاك 35,000 فاصرف براحتك، والموظف جو كان واقف قصاد تليفون غالي جدا ب 39,000، فباي قال له ياخده وهو هيدفع له الباقي من جيبه، وفعلا الواد اقتنع.
وراح بعدها الشغل اللي ما كانش محتاج توصيه، ده اشترى له حاجات ب 45,000. وراح بعدها لين اللي قاعده تدور بالكرسي ورافضه تشتري حاجه، بينما ينجا قاعد يلف على جرابات التليفون ولا كانها هتخلص من السوق عشان كل يوم يغير جراب تليفونه وكده. بس باي زعله عشان بيشتري الجرابات الرخيصه ومش عارف مصلحته، فجاب شنطه ولم كل الجرابات اللي في المحل وثمنها كان 45,000. بعدها بيطلع لشين وبيديها الفواتير وطمنته ان الكل بيشتري زي ما طلب. وباي بيقول لها طب بقول لك ايه، ما تخليكي جدعه وتخليني اشتري انا كمان من غير ما حد يحس. فالبت عرفته انه محتاج ساعه غاليه، فالواد ما صدق ودخل اغلى محل في المول وقال لهم عايز اغلى ساعه عندكم. لكن بعدها بيطلع وهو متضايق عشان النظام حاطط له ليميت 40,000 بس باي ما اهتمش ولف على المحلات وقعد يشتري ويدلع نفسه هو كمان. بعدها بقى كان فاضل دقيقه والحساب يتقفل، فبص حواليه وما لقاش غير عطر من بتاع البنات والنظام منعه يشتريه. لكن جات له فكره وقام جري مسك اغلى علبه واداها هديه لين واللي كان ثمنها اكتر من 100,000. والنظام ما قدرش يفتح بقه لما لقى البت فرحانه بيها، خاصه انها ما اشترتش حاجه زي الباقيين. وبعد ما الوقت خلص بيرجع يشوف البيانات بعد ما خسر كل الفلوس وتحولت لحسابه واللي كان 21,000 يوان. وبعدها بيودع الموظفين ولين بتشكر على البرفان، لكن باي اصلا ما كانش فاهم ليه النظام موافق عليه، بس هو مكسب وخلاص. بعدها بيودعهم وبيمشي وهو مبسوط عشان خلص كل الفلوس. تاني يوم بيجمع كل الموظفين وبيتكلم معاهم عن نجاح اللعبه وان اكتر موظفين ممتازين عندهم هوانج وشو، عشان كده هيكافئهم. ومش بس كده، ده من كتر ما هم جامدين قوي مش عايزهم تاني في الشركه. وطبعا دي صدمه للكل. وكمان لغى دور هوانج وادى دوره للموظف جو وطرد هوانج بشكل رسمي. وطبعا محدش كان فاهم حاجه، لكن باي كان مقرر ان اي موظف هيتعبه ويشغل دماغه وهيطرده، وعشان محدش يزعل منه فبيروح لهوانج وقال له انت مكانك مش هنا، لازم تشوف مكان يقدر مواهبك او تفتح مشروعك الخاص، عشان كده هطردك واديك مكافاه 1,000,000 يوان تفتح بيهم مشروعك. وقتها الكل بيتبسط له ومحدش اعترض. وبكده باي خلص من العدو الاول وجي وقت شو اللي اصلا ما كانش مركز معاهم وقعد يلعب على تليفونه. وباي قال له انت حلمك عكس هوانج، طبعا مش عايز مشروع تجاري، انت عايز تلعب وتنام بس، عشان كده هديك اجازه ما تفوت الاجر لغايه ما تموت، خليك في بيتك يابا والعب براحتك وما تتعبش نفسك بالشغل. بعدها بيبص للموظفين وبيقول لهم دلوقتي هنودع هوانج وشو لاننا من بكره هنبدا مشروع جديد. بنروح بعدها للواد هوانج اللي كان بيودع صحابه وهو زعلان على الاخر، مش مصدق ان بعد النجاح اللي حققه هيسيب الشركه كلها. وحتى لما شين حاولت تهون عليه وانه لما يفتح مشروع هيدعموه ويدفعوا له اللي عايزه، لكن الواد ما اهتمش، كان بيفكر ازاي يرد الجميل للشركه ومرضاش حتى يودع باي اللي مفكره زعلان عليه. لكن باي جوه قعد يرقص وفرحان على الاخر، خاصه لما النظام اداله تحدي جديد انه يخلص مليون في 90 يوم. بنرجع بعدها لهوانج اللي كان واقف مع جو ولين، قال لهم ركزوا في تطوير الالعاب القديمه عشان تنجح هي كمان، وما تنسوش الاصدارات الجديده من لعبه الابار. لكن جو عرف ان باي رفض الاقتراح ده والموظفين هيبداوا في تصنيع اللعبه الجديده. وطبعا هوانج اتصدم لان لعبه الابار والصحراء عاملين ارباح كبيره، فلو تحدثوا الارباح هتزيد. لكن لين عرفتهم ان باي عارف شغله كويس واكيد عنده افكار جديده هتزود الارباح. بنرجع بقى لباي اللي كان مستريح على الاخر، كان عايز يجبر الموظفين يخلصوا في الميعاد اللي يحددوا بالاوامر اللي يقولها، وكان اصلا ناوي يخليهم يحدثوا الالعاب. لكن النظام عرف انه لو حدث هيتفتح له حساب جديد براس مال جديد، فدلوقتي مش قدامه غير انه يصنع لعبه وحشه جدا وتحقق خساره كبيره. بعدها بيجيله رساله على الموبايل وكانت من شو اللي كان قاعد في جنينه الحيوانات، بيقول له بركات فلوسك يا كبير ربنا يكتر ارباحك. بعدها باي بيروح لاوضه الاجتماعات واللي كان فيها لين وجو بما انهم المطورين الجداد للعبه. كان بيفكر ازاي المره دي يصنع لعبه تخسر وما يحصلش اي حاجه ضد اللي طلبه، فبيقول لهم بعد نهايه لعبه الابار المره دي عايز اصنع لعبه بتحكي عن حال صناع الالعاب، عايز افضح الشركات واللي بيحصل في صناعه الالعاب، مش عايز المره دي الناس يلعبوا، لا عايزهم يكتشفوا المشاكل الموجوده في صناعه الالعاب وكمان يكرهوا الالعاب وما يلعبوش اي لعبه تاني. وقتها جو بيقول له ايه يا عم الكلام ده، مش كده اللعيبه هتكره اللعبه ومحدش هيهتم بيها. بس باي قال له اعمل بس اللي بقول لك عليه. فجو قال له يعني دورنا نرسم الشخصيات الرئيسيه ونعمل قصه وخلاص، لكن باي رفض ده، مش عايز يصرف كتير على اللعبه. فعرفهم انهم المره دي مش هينسخوا الالعاب القديمه، دول هيصنعوا العاب خاصه بيهم. وطبعا جو كان خايف عشان ما بيفهمش في الحاجات دي، وباي بص له بشر كده وقال له ما تقلقش يا حبيبي انا هديك شويه تعليمات واضحه على الاخر. وبيعرفوا انه عايز الرسم يكون بسيط خالص في اللعبه. بعدها باي بيقابل يانج اللي طلب منه يفضل معاه في شقته بما ان الدراسه خلصت، وطبعا ساكن الجامعه بيقفل في الاجازه. لكن باي رفض وقال له خد اجازه وارجع بيتك، انا شخصيا هاخد اجازه فاشوفك السنه الجايه بقى. وبنرجع بعدها للشركه وبنلاقي جو بيحاول يسجل السكريبت بصوته، وده لان باي قال له دبلجه اللعبه هتكون بصوتك، والواد كحيان على الاخر وملهوش في التسجيل ده، حتى غير انه المطور الرئيسي للعبه فمش هيلاقي وقت للتسجيل ولا التطوير. وكالعاده لين مسكته تهزيق وعرفته انه باي بنفسه كتب السيناريو ولازم يطلعه زي ما طلبه بالظبط. وفعلا الاثنين بيبداوا تسجيل والمنتج
كان مصدوم من صوتهم البشع. وعلى بالليل كده بنرجع لباي اللي كان مسافر وساب الشركه تولع باللي فيها، وبعد فتره بيرجع الشركه وكان واقف قصاده شو وكان متبهدل على الاخر، مع انه كان بيبعت لباي فيديوهات على طول عشان يوريه انه مستمتع وكده. فباي كان فاكر انه فرحان بحياته الجديده، لكن في الحقيقه الواد ما كانش مستمتع وعايز يرجع لصناعه الالعاب تاني. وفعلا باي بيرجعه للشغل، واول لما جو شافه قال له هبعت لك التصميمات وبص عليها كده وقول له رايك. لكن شو بيفكر في كلام باي لما قال له هترجع للشغل ومالكش علاقه بالمشروع الجديد، ولو عرفت انك ساعدتهم هتطرد للابد. وفعلا بيرفض يساعده. وبالليل بيقابل هوانج اللي لحد دلوقتي ما بداش مشروعه الخاص، وكانت الشركه والشغل وحشينه جدا، عشان كده قرروا يحدثوا الالعاب ويحطوا باي قصاد الامر الواقع. وتاني يوم بتيجي مكالمات للشركه من الناس اللي بيسالوا عن تحديثات اللعبه، وطبعا الموظفين مش فاهمين ولا عارفين ان الالعاب اتحدثت بسبب شو. وقتها باي بيدخل وبيتصدم لما عرف بالكلام ده، ولين عرفته ان الناس عايزه تلعب اللعبه باصدارات جديده ومستعدين يدفعوا فلوس التطوير. وطبعا باي رفض وما اهتمش بكلام الناس، لكن لين عرفته ان اللعبه اتحدثت بالفعل. فالواد بيتصدم وبيقول لها تشوف مين اللي عمل كده لان ليلته هتبقى سواد. تاني يوم بنشوف روان تاني اخيرا كان داخل الشركه ومش عايز اي حد يشوفه، وبيسال عن الواد يانج، لكن شين قفشته وقالت له عايز يانج في ايه. فطلع فلاشه ولا دي الفلاشه اللي طلبها، فلاشه فيها التحديثات لشخصيات لعبته، يا ريت تسلمها للسيد باي وانا عملتها ببلاش ومش عايز فلوسها. وكان عايز يمشي لكن شين وقفته ورجعت له الفلاشه وطلبت منه يسلمها لباي بنفسه، وشدته من قفاه ودخلته لباي وكانت واقفه تسمعهم، واستغربت لما لقت باي بيزعق وبيقول له مين اللي طلب منك تعمل تحديثات للعبه. وبعد 10 دقايق بيطلع روان، والغريب ان باي طلب منه يعمل غلاف للعبه الجديده. بعد شويه بيدخل جو وبيوري له التعديلات على لعبه صنيع الالعاب، واللعبه كانت مقرفه ورسمها مقرف، فده بيعجبه وبيسقف للواد كمان. ومش بس كده، ده باي اداله الخطه الترويجيه للعبه، ودي اول مره هو اللي يطلب يتعمل اعلان للعبه. وطبعا ما عرفناش اللي حصل مع روان، فبنرجع شويه لورا وبنعرف ان باي قال له انا مش ناوي اعمل تحديثات ولا اي ترويج للعبه دي ولا اللي قبلها. لكن روان زعق له وعرفه انه زمان ما كانش مشهور، لكن شركته دلوقتي نجحت ولازم يستثمر فيها ويعمل ترويجات لاعماله. وقتها باي بيفكر في كلامه، خاصه ان في كل مره ما بيعملش ترويج الناس بتختار لعبته برضه، عشان كده قرر يعمل الخطه الترويجيه بنفسه. وبنرجع للين اللي كانت مستغربه من التقرير، وده لان باي عايز الواد التخين اللي عمل انتقاد للعبه العربيات هو اللي يعمل ترويج للعبته المره دي. ومحدش كان فاهم حاجه ولا فاهمين باي عايز ايه، لكن قرروا يسمعوا كلامه وخلاص. وبعتوا له الواد شياو اللي لعبه العربيات اصلا شهرته جدا، ومن بعدها ما لقاش العاب تانية تعمل له ترند ولا تشهره. وبينما هو قاعد بيندب حظه جات له رساله لين وهي بتطلب التعاون معاه، فالواد ما صدق ورد عليها على طول وقال لها انا متاح دايما. ساعتها البت بترن عليه وعرفته ان هم عايزينه يعمل ترويج للعبتهم الجديده، وده مقابل 10000 يوان. وطبعا الواد الفرحه ما كانتش سايعه من المبلغ الضخم ده، ولين بعتت له التقرير وقالت له يقول الكلام المكتوب هنا من غير ما يغير فيه اي حرف. وطبعا الكلام الاهبل ده ما عجبش الواد، وقال لها لازم اخد حريتي في التعبير، ما ينفعش اتربط بسكريبت معين. وقتها لين قالت له لا هنزود لك السعر ل 20000 وتسمع الكلام. وطبعا الواد عينيه برقت من الصدمه وما كانش مصدق المبلغ، بس برضه طلب انه يلعب الاول قبل ما يعمل الفيديو، لكنها برضه رفضت. والغريب انه بيرفض العرض لما شك في اللعبه وانها مش مظبوطه، لكن لما السعر زاد ل 50 توظف الضمير والكرامه ووافق على طول. المهم بقى بيبعت له فيديو اللعبه اللي كان معفن جدا، والواد ما كانش عايز يقبله، لكن جات له رساله ال 50000 اتبعته لحسابه. فبيتصدم لما ركز في الاسم وعرف انها الشركه اللي صنعت لعبه العربيات، ودلوقتي عايزين يتعاقدوا معاه. الواد كان مرعوب على الاخر بس قرر ينفذ كلامهم ويشوف اخرتهم. وعلى بالليل كده هوانج وشو مكملين تحديث الالعاب لحد ما لين قفشتهم وعرفت انهم هم اللي بيحدثوا من ورا باي، لكن البت بتدعمهم وعرفتهم انها جايه اصلا تجرب اللعبه اللي المفروض هتنزل السوق بكره، خاصه انها مختلفه عن كل الالعاب وفكرتها جديده وهينشروها يوم كتبة ابريل. وتاني يوم شياو بيسجل الفيديو وبيعرف الناس عن لعبه صانع الالعاب من شركه تندا. وطبعا الفيديو كان وحش جدا والواد بيقول كلام غريب ومش مفهوم، وحتى مشاهد اللعبه مش ممتعه. وبنرجع للشركه وكل الموظفين بيشوفوا الاعلان وهم مصدومين ما عدا باي اللي طبعا فرحان على الاخر. وساعتها شين بتدخل تعرف ان الكل بيشتم في اللعبه، فبيدخلوا يشوفوا اللي حصل وبيتضح ان ناس كتير انتقدت فيديو شياو اللي اصلا بينتقد الالعاب ودلوقتي بيدعم لعبه تعبانه زي دي. والاكيد انه اتجبر على اعلان زي ده من شركه تندا، اصله دايما بينتقد الالعاب التافهه والوحشه، ازاي دلوقتي بيعمل لها ترويج؟ ودي كانت خطه باي اصلا، عايز يجيب حد زي شياو متخصص في نقد الالعاب ويخليه يعمل اعلان للعبته التافهه. ومن بعدها يا صديقي الكومنتات السلبيه ملت الدنيا والكل بيشتم في الشركه، وصاحبنا قاعد مبسوط ان خطته نجحت المره دي. تاني يوم بقى كل الموظفين كانوا زعلانين بسبب اللي حصل، خاصة ان اللعبة فشلت والكل بيشتم فيها وخسروا السمعة اللي بنوها. وجو كان محمل نفسه ذنب كل اللي حصل، لكن هوانج بيدخل ومعاه مذيعة من شركة اعلام اسمها يون، والمفروض هتساعدهم يرجعوا سمعتهم وهتعمل معاهم حوار صحفي. وبالفعل البرنامج بيبدأ وبيتكلم جو اللي كان بيعيط وبيعرفهم ان دي غلطته وان ما عندوش خبرة في صناعة الالعاب، وشين اللي كان كل دورها تطيع اوامر السيد باي حتى لو غلط. وحتى هوانج وشو جابتهم وما بيقولوا انهم سابوا الشغل بعد ما اخر لعبة نجحت، وعكس المتوقع يوم ما ساعدتهمش، دي خربت الدنيا.
الدنيا، وابتدت توضح قد ايه الشركه مستغله، شركه بتمشي المبتكرين الناجحين وبتعين ناس ما عندهمش خبره. وطبعا لين اتصدمت لما شافت الفيديو بعد ما اتعرض، خاصه ان ده ما كانش اتفاقهم. بينما يون رجعت مكتبها والمدير قال لها العرض كان 100 وبيتضح ان اللي ورا البت دي هو السيد لي اللي كان بيخطط ازاي يدمر الشركه، واتفق معاها تعمل تقارير وحشه عنهم وتبوظ سمعتهم اكتر. بعد شويه لين بتروح للمذيعه وبتبدا تهزها على التقرير اللي كتبتها اللي كانت كلها كذب في كذب. وبينما الاثنين بيتخانقوا المدير بيدخل وبيرحب بلين، وبيتضح ان ابوها صاحب مجموعه شنهوا وهي اكبر ممول ليهم اصلا واهم حتى من السيد لي بمراحل. وطبعا لين عرفته من التقارير دي لازم تتغير ويتقال الحقيقه والا هتوديهم في داهيه. وبعدها سابتهم ومشيت، والمدير بيعرف المذيعه ان ليل الوريثه لمجموعه شنهوا وما ينفعش يزعلوها ولازم يسمعوا كلامها. وبالفعل المذيعه بتقابل باي عشان تعمل معاه مقابله، لكن الواد كان متكبر جدا وقال لها اخرك 3 اسئله، انا وافقت اقابلك بس عشان لين زنت عليا كتير. والبنت بتساله بس باي كان قاعد يرفض كل الاسئله لحد ما سالته ايه نيتك من صناعه الالعاب، وصدمه لما قال لها خساره الفلوس، انا بصنع الالعاب عشان اخسر الفلوس مش اكتر. وبنروح لشاو اللي اتدمر بعد الاعلان اللي عمله، بقى بيحلم بكوابيس والناس مش رحماه ونازلين تهزيق وشتايم فيه، وطبعا قناته اتدمرت. عشان كده قرر يلعب اللعبه ويشوف هل فعلا وحشه ولا حلوه، خاصه ان اللعبه الاولى كانت ب1 يوان وفعلا وحشه، لكن دي معفنه وعاملين سعرها 28 يوان ليه يا عم؟ المهم بيشتريها والواجهه كانت بسيطه، لكن القصه انه هيكون مبرمج العاب وهيبدا طريقه من الصفر. المهم بقى بيختار فكره لعبه لكنها كانت غاليه جدا وما ينفعش تتصنع وعايزه فلوس وموهبه كبيره. ساعتها الحوار ده بيفكره بنفسه زمان لما كان عايز يبقى صانع محتوى شاطر، لكن الناس انتقدته واحبطوه. وقتها اللعبه بتعجبه وبيبدا رحلته انه يصنع لعبه من الصفر، لكن كل اللي حواليه بيحبطوه وبيتريقوا عليه لحد ما فعلا اللعبه فشلت، فبيتعصب على الاخر وبيقرر يعيد تاني والمره دي يصنع لعبه كويسه. بس برضه الموظفين بينتقدوه حتى لو فكرته جامده، وده بيفكره بكميه الانتقادات اللي خدها في مشواره وازاي كانوا بيتريقوا عليه ويهزقوه، لحد ما في فيديو عنده انتشر وساعتها ابتدوا يتابعوه، لكن كل شويه برضه بيخسر والريتش عنده بيقع. وقتها الواد بيتاثر من اللعبه اللي كانت واقعيه جدا وشبه حياته، فعرف ان باي مش بينتقم منه وانه فعلا صنع لعبه كويسه لكن الرسم ظالمها. تاني يوم المذيعه كانت بيتكلم عن شركه تندا ونجاحها بعد اول لعبه، وكل ده بسبب المدير المجهول وافكاره النادره. وطبعا باي ما عجبوش الكلام الكويس ده وكان متعصب على الاخر لان الفيديو ده هيحبب الناس فيه من تاني. بينما باقي العيال بيسمعوا الفيديو وهم مبسوطين، وكمان نزلت الفيديوهات الحقيقيه للموظفين وهم بيتكلموا عن باي وازاي بيدعمهم وبيدوهم دايما ملاحظات يحسنوا من نفسهم، وجابت كل الموظفين وهم بيتكلموا عنه وازاي يساعدهم ووثق فيهم بالرغم من انهم مبتدئين واترفضوا من شركات كتيره. وبينما هم قاعدين بيشكروا باي بنلاقيه مش مهتم وبيدعي ان الالعاب ما تنجحش بعد الفيديو ده، لكن ساعتها الباب بيتفتح وجو بيقول له اللعبه انتشرت والكل بيتكلم عنها. لا ومش بس كده، ده كمان شياو عمل له فيديو جديد وجو وراه الفيديو اللي شياو بيحلل فيه اللعبه والواد اتصدم. المهم بقى شياو الجامد عرفهم ان دي كدبه ابريل، عملوا الفكره دي عشان تكون ترند، لكن للاسف الناس فهمتهم غلط. من الاول اصلا كان غرض باي يختبر الناس ويعرف مين معاه ومين ضده، وفي ناس كتيره بتكرهه واستغلوا الترند ده. وعلى فكره اللعبه دي ممتازه جدا، وكل ده وباي مصدوم وعايز يقتل الواد ده. وشياو ما اكتفاش بكده وعرفهم ان اللعبه مختلفه عن كل الالعاب، هتعرفك قد ايه الطريق لحلمك صعب. وبيكمل شياو وبيعرفهم ان اللعبه تستاهل تنتشر وان مش غرضها الترفيه قد ما غرضها تنصحك، بس هي فشلت لانها مختلفه عن التفاهه اللي في باقي الالعاب. وبينما باي كان متعصب وخلاص هينفجر بيسمع فجاه الموظفين هم بيصرخوا من الفرحه، وده لان اللعبه انتشرت فجاه والناس كلها بتنزلها. فباي بعدها ساب الشركه ومشى، ما كانش قادر يستحمل اللي بيحصل اكتر من كده. كل مره يصنع لعبه يتوقع فشلها اللعبه تنجح غصب عنه، كان نفسه حد يساعده ويخلي اللعبه تفشل. وفجاه تليفونه بيرن وصدمه انه ليه بنفسه بيقول له انت شخص مستفز، كل مره بتصنع لعبه وحشه وبرضه بتنجح، لكن اعرف ان حطيتك في دماغه وهدمر شركتك وادمرك انت شخصيا. وبعدها قفل في وشه، وساعتها باي بيفرح ان في حد هيساعده ويبوظ له الشركه وبيقول يا حلاوه اخيرا في حد هيساعدني بجد وهيتسبب في خسارتي. لكن ساعتها كل الناس اللي حواليه بيختفوا وطاقه سحريه بتظهر في المكان، وهوب بيظهر النظام وبيقول له اهلا بيك يا باي، النظام قرر يكافئك ويديك مهمه خاصه، والمهمه دي انك تمتلك اي متجر او محل باسم الشركه، ونسبه الارباح هتتغير وهتكون في صالحك، وهيكون في زياده على المبلغ الاصلي اللي هيكسبه بنسبه 10%. وساعتها باي بيتصدم مش مصدق ان لما ظهر له عدو ناوي يدمره النظام قرر اخيرا يرضى عنه ويزود له ارباحه. قد ايه انت منحوس يا ابني، صحيح المنحوس منحوس حتى لو علقوا على راسه فانوس. وفي الاخر احب اقول لكم حكمه جت في بالي عن فكره القصه دي، كل نجاح بيبدا من فشل وكل فشل بينتهي بنجاح، بس انت لازم تتوكل على الله وتسعى عشان توصل للنجاح ده. وحتى لو فشلك حسسك انك غلط، ما يمكن اللي فاكره غلط ده هو اللي يوديك لاكبر نجاح في حياتك. ولحد هنا بقى بيخلص الانمي بتاعنا. لو عايزين في كل اخر فيديو نعمله قدام اول حكمه عن قصته فقولوا لي في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد وسلام.